فقلت دي فرصة كويسة ان احنا يعني نعمل لايف، خلينا نقول awareness على البرنامج، ونرد فيه كمان على الأسئلة بتاعتكم. تمام؟ ايه هو برنامج المنتور وكل بقى اللي انتوا عايزين تعرفوه. طيب، معايا وضاح أزهري. وضاح مهندس وضاح، يعني من أحد الفريق القيادة الليدرشيب تيم في برنامج المنتور، وهو اللي هيقدم النهارده احنا مع بعض كتيم وورك يعني. اتفضل يا وضاح. الله يخليك يا باشمهندس، والله سعيد جدا أكون معاك اليوم. ويعني برضو لا بأس إنه في أشخاص يكون عندهم رغبة يعرفوا عن المنتور وكده، وحتى الناس اللي عندهم فكرة ياخدوا فكرة أوسع أو فكرة أوضح، ودي فرصة كويسة يعني بحضورك يا باشمهندس. فنجاوب على كل الأسئلة، كل الأشياء الدايرة في أذهان الناس ممكن يكون سبب المنتور، الحاجات اللي نحن بنعملها، لكن في نقاط ما واضحة، ففرصة نزيل اللبس ده. وأيضا في أشياء حنعلن عنها شغالين فيها يعني، على أساس إنه نقدر نقدم المنتور، سواء الكوميونتي، سواء الدورات اللي بنقدمها، الفعاليات، بشكل يكون واضح. وحقيقة هو الموضوع يعني فيه نوع من أنواع الغموض، أو هو ما غموض، هو عدم، لأن هي التجربة رائدة، التجربة يعني فريدة. ما أعتقد إنه هو في العالم العربي بالتأكيد ما في، لكن حتى على المستوى العالمي يعني فكرة زي فكرة المنتور بالشكل الكامل بتاع اللي هو فيها كوميونتي، فيها مجتمع، فيها الجانب بتاع المحاضرات، فيها الجانب بتاع النتوركينج، فيها الجانب بتاع السوشيال ليرنينج أو التعلم الاجتماعي. يعني الأشياء دي كلها تكون موجودة في جسم واحد. ف يعني ده بتخلق نوع من أنواع اللبس، وإن شاء الله حنزيل كل وحنجاوب على كل التساؤلات اليوم. انا في البدايه حابه انه في نحن زي برزنتيشن، باوربوينت برزنتيشن، وهو على اساس انه بيدي الناس اوفر فيو او فكره عامه عن المنتور ككل. ولاحقا حنعمل معاكم ايضا يعني الباشمهندس جمع الاسئله اللي كان انطرحت وحنجاوب عليها بشكل مبتكر كويس. وحتشوف انه الامور عندنا ماشيه كيف. يعني نحن ايضا دائما شغوفين جدا بموضوع التجريب. كويس، التجريب ده حاجه اساسيه في كل الحاجات اللي بنعملها داخل المنتور. يعني نحن في النهايه هدفنا واحد، او الرساله بتاعتنا واحده، اللي هي نساعد الناس اللي عاوزين يساعدوا انفسهم في انهم يتطوروا مهنيا. ممكن نقول دي الرساله بتاعت المنتور، انه مركز بيسعى لتطوير الحياه المهنيه. بنعمل الموضوع ده كيف؟ ده هو الحاجات اللي بيدخل فيها التجريب. يعني بنجرب اشياء كثيره، ودائما التجريب ايضا بيكون معاه التحليل بتاع النتائج. فنحن ريزولت اورينتد، بمعنى الشيء اللي بيجيب نتائج كويسه وبيكون فيه قيمه حقيقيه لنا ولاعضاء المنتور بنمشي فيه. الاشياء اللي بنلقاها لا ما حققت النتائج المرجوه، يا عدلنا فيها او شفنا حاجه غيرها. ف لو الامور كلها تمام يا باشمهندس، ممكن اتفضل. في الشير. طيب، انا نزلت بوست تانية بس حطيت فيها اللينك بتاع اللايف، لان لسه برضو العدد بتاع الناس مش كبير على قد الناس اللي سألت. ايوه، طيب، اه جميل. طيب يا ريت يا باشمهندس تدينا خبر إذا الشاشة اتفضل. ظهرت معك. طيب، ده المنتور بروجرام وديف اوبس فيجن والمنتور بروجرام. يعني ممكن يا باشمهندس تتكلم عن العلاقة بين ديف اوبس فيجن والمنتور بروجرام؟ طيب تمام. بصوا، هي كلمة ديف اوبس فيجنز هي دي كانت البداية، اسم الاورجنايزيشن او اسم الجهة اللي بدأت تأسس الفكرة بشكل عام. اعتبرها الشركة، اعتبرها المنظمة. تمام. بعد كده طلع منها ديف اوبس فيجن كوميونيتي، ودي بابليك كوميونيتي. يعني ايه فكرة الكوميونيتي عموما؟ يمكن للأسف في المجتمع العربي مش معروف قوي فكره الكوميونتي، لكن بره فكره الكوميونتي دي مشهوره جدا. حتى يعني في السفر،
في لندن، في انجلترا، أنا في كندا برضو عند وضوح. انا متاكد ان كل منطقه بيبقى فيها كوميونتي، تمام، بتقدر ان انت تروح هناك تمارس. مش عايز اقول زي مركز الشباب عندنا في مصر كده، بس هي بتبقى تجمع للناس يقدروا يمارسوا انشطه، يقدروا يتواصلوا مع بعض. ف فديب اوبس فيجن دي الاورجنايزيشن المنظمه اللي بتنظم كل حاجه، وهي كانت الشراره. وبعد كده اتعمل منها ديف اوبس فيجن كوميونتي، دي بابليك كوميونتي. وبعد كده برنامج المنتور اللي هو المنتور بروجرام، وده احنا عملنا له لوجو جديد من بدايه من السنه دي، وهو ده البرايفت كوميونتي اللي هي المجتمع الخاص. الثلاثه بيسمعوا بعض، يعني هي الفكره كلها احنا عايزين نشارك ونساعد المجتمع العام. بس عشان نقدر نعمل كده عايزين نبني كوادر الاول، نطورهم عشان يقدروا ان هم يبقوا كوادر جيده للمجتمع العام. هي دي الفكره بشكل عام. والمحرك الدافع بقى اللي بينظم سواء المجتمع الخاص او المجتمع العام، اللي هو المجتمع العام متمثل في ديف اوبس فيجن كوميونتي، والمجتمع الخاص متمثل في المنتور بروجرام. اللي وراهم واللي بيحط الاستراتيجيز هي ديف اوبس فيجن اورجانيزيشن. ايوه. جميل يا باشمهندس. طيب، فبنبدا البرزنتيشن ونتكلم عن برنامج المنتور او الخدمات اللي بيقدمها برنامج المنتور. كويس. ولاحقا حنفصل فيها وحنفصل ايضا في تفاصيل الكوميونتي. فبشكل اساسي نحن عندنا الجانب بتاع الدورات او الكورسات، وفي الجانب الثاني اللي هو الكوميونتي بروجرامز، البرامج بتاعه الكوميونتي بما فيها من الفعاليات وكده. فخلونا نشوف موضوع الكورسات. الكورسات ايضا مقسومه عندنا لاثنين: كورسات تكنيكال او متعلقه بالمسائل الفنيه، والجزء الثاني كورسات الليدرشيب او المهارات الحياتيه او المهارات الناعمه. في الكورسات التكنيكال عندنا الكورس اللي هو ده اللي يعني نقول السيجنتشر كورس او الكورس العمده والام، وهو الديف اوبس فاندمنتالز. وهو كورس بغطي دوره حياه البرمجيات. بمعنى اذا بنتكلم عن اي تطبيق مثلا زي تطبيق الفيسبوك اللي انت من خلاله بتحضر في اللايف ده، هو التطبيق ده يعني لو اخذناه كمثال كان مره بدوره بتاعت حياه بتشمل من التخطيط، بتشمل من خط الكودينج نفسه، التستنج، في السي اي السي دي اللي هي التفاصيل المتعلقه بانه التطبيق ده من مجرد ما كان فكره لحد ما بقى منتج قاعد عندك في موبايلك او قاعد في الاب ستور. الديف اوبس فاندمنتال بيغطي، بيعمل اوفر فيو لللايف سايكل دي، وهو التارجت اودينس او الجمهور المستهدف هو اي شخص شغال في صناعه البرمجيات يعني او في الاي تي بشكل عام. هو الكورس زي ما قلنا الكورس العمده والكورس الام، وهو اول كورس كان يعني قدمه برنامج المنتور. في كورس الديف اوبس ماستر، وهو ده هنا كورس يعني متخصص اكثر بالنسبه للاشخاص اللي حابين يمشوا في تراك الديف اوبس. كورس الديف اوبس ماستر هو بيبني وبيكمل على الحته اللي وقف فيها كورس الديف اوبس فاندمنتالز، وهو ايضا مصمم على اساس انه يغطي نفس الكوريكولم او المحتوى المعرفي بتاع شهاده اجر 400 اللي هي شهاده اجر الجاي من مايكروسوفت، متخصصه في الديف اوبس. فهو الكورس مصمم على انه يغطي كل الكوريكولم ويكون باعتباره ماده تحضيريه جميله جدا لكورس او للامتحان ده. احنا لما نتكلم عن كورس الديف اوبس فاندمنتال وديف اوبس ماستر، كويس، يعني هو الباشمهندس محمد رضوان من اعلام الديف اوبس، وهو بيعتبر من الثوت ليدرز في السبيس دي او من القاده الفكريين. والكلام ده بيتضح لك لما تدخل معاه واحده من الدورات دي يعني، كويس. وانا قبل كده بتذكر كتبت مقال عن موضوع الثوت ليدرز او قاده الفكر، كويس. فالموضوع ده بيفرق كيف؟ بيفرق انك انت في الكورس يعني رضوان بيقول لك انه الحكايه دي مثلا ده هو رايي انا، كويس، هي ما موجوده، لا موجوده في كتاب، لا موجوده في بلوج، لا موجوده في فيديو، لكنه رايي انا. هو رايه بيكون مانيه على انه يعني زي ما معظم المتابعين عارفين ما شاء الله، يعني هو من في السبيس دي من بدري جدا. وايضا الجائزه بتاعت MVP اللي هي جائزه اساسا بتقدم للاشخاص
اللي بيكونوا مميزين في مجال الكوميونتي والاشخاص المعنيين بقضايا الثوت ليدرشيب نفسها كويس، والقضايا بتاعت نشر التكنولوجي وتبسيطها وتدريب الاخرين عليها. فيعني في مسائل تقنيه هو مثلا بيكون يعني معاصر الفيتشر مما كانت فكره في اذهان الناس اللي عملوها في مايكروسوفت او في غيرهم او كده او كده. فبتلاقي في برسبكتيف مختلف تماما من اي برسبكتيف قاعد في السوق. ايضا الكورس بتاع الديف اوس فاندمنتال، وهو ده شيء عام، سيمه عامه في كل الكورسات اللي بنقدمها سواء كورسات فنيه او كورسات مهارات ناعمه، اللي هو الجانب العملي. فلك ان تتخيل في اكثر من 80 لاب عملي في كورس الديف اوبس فاندمنتالز، ولاب او ديمو، وكل واحد من اللابات دي يعني معمول لها ديمو اللي هو بيشرح لك الخطوات في فيديو from A to Z، وايضا في كل الخطوات دي مفصله في شكل written فورمات عندنا على الجيت هاب. وبالمناسبه ممكن الاشخاص يعني يشاهدوها في الجيت هاب على الببليك ريبو بتاعتنا اللي هي ديف اوبس ستيب باي ستيب، بتلاقوا فيها الكورس اوتلاينز. ومن اجمل اللابات يعني او اجمل الديمو في كورس الديف اوبس فاندمنتال اللي هو اللاب انت بتعمل فيه ابلكيشن صغير تقريبا يعني زي آلة حاسبة او مهم ابلكيشن مبسط، فانت بتعامله الابلكيشن ده وبتعمل فيه كل الخطوات بتاعت اللايف سايكل اللي قلنا عليها دي. ف يعني بيكون عندك معرفه كويسه جدا، ومعرفه عمليه هاندز اون، ومعرفه ايضا بالاساسيات اللي هي الشيء بيأهلك انك بعد تستوعب المفاهيم الادفانس بشكل سلس. نجي لكورس الجيت هاب فاندمنتالز، وهو كورس ايضا ده يعني جاي على اساس انه يتماشى مع الشهاده الجديده بتاعت الجيت هاب فاندمنتالز. وفي كورس الانترودكشن تو اي تي اند سوفت وير انجينيرنج، ده الفكره بتاعته كانت كل كورس عنده بري ريكويزيت. بالتاكيد الديف اوبس ماستر البري ريكويزيت بتاعته او متطلباته انك تغطي الماتيريال بتاعت الديف اوبس فاندمنتالز. طيب كورس الاساسيات متطلباته انك يكون عندك معرفه اساسيه بالاشياء يعني اللي هو لابد انك تكون عارفها، زي مثلا اساسيات البرمجه، تمام، زي اساسيات الشبكات، اساسيات قواعد البيانات، في يعني مجموعه اساسيات بتاعت السكريبت اللانجوج بتاعت. فمجموعه من المفاهيم ونحن زمان يعني او سابقا كنا بنديها كاوتلاين للاشخاص على اساس انه الشخص اللي عنده نقص في حته معينه يكمل عليها. وقررنا انه خلاص يعني الموضوع ده نعمل له باكجنج ونحطه في كورس اللي هو كورس البيزكس او الانترودكشن تو اي تي اند سوفت وير انجينيرنج. حابب تضيف حاجه يا باشمهندس؟ لا بالظبط، هي الفكرة كلها ان الكورسات كانت الديماند نفسه بتاع يعني ازاي ان احنا نأهل الناس انها تبقى فاهمة الصناعة نفسها. دايما اقول صناعة البرمجيات يا جماعة زيها زي اي صناعة في الدنيا، زي صناعة العربيات، زي صناعة الموبايلات. الصناعة الاندستري دي فيها دورة حياة، فيها خطوات، فيها بتشمل حاجات كتير جدا. فهي دي اللي انا بركز عليه يعني خبرتي. عشان كده دايما فكره الديف اوبس دايما للاسف في ناس مش فاهمه يعني ايه ديف اوبس. الديف اوبس هو ارتباط الصناعه نفسها ماشيه ازاي، مش الديفلوبمنت، مش الاوبريشن، لا الصناعه كلها. بس فهي دي الكورسات ودي المتطلبات. ايوه، وانا يا باشمهندس يعني انا شايف انه الموضوع ده مهم وبيفرق، لكن هو بيفرق بشكل يعني قد يكون ما تانجبل او بشكل ما مباشر، لكن بيفرق جدا خصوصا اذا انت الكارير او الوظيفه اللي شغال فيها دي انت عاوز تتخذها يعني بالمدى البعيد. ليه؟ لانها بتديك عمق، انت بتعرف اولا الناس التانيين بيشتغلوا كيف، بتديك يعني بتخلي عندك الموضوع بتاع التفهم او الامباثي ده سهل كويس. بالظبط. انت الحته دي بتقدر اوضح تفهم مهمه البيزنس، جدا. الجانب مهمه بتاع ايه؟ البيزنس. اتفضل. لا بس عاوز اقول يعني انها بتديك البعد ده، يعني لانه من الاشياء اللي احنا دائما بنتكلم فيها مع الشباب بالذات الناس اللي بيكونوا عاوزين يطوروا من وظائفهم وكده، انك انت دائما تبني العقليه بتاعت البيزنس، تبني العقليه بتاعت انت شغال فيها، فكر في الموضوع كانك انت مستثمر. بالظبط. فالموضوع ده ما بيقدر تعمله وانت اساسا ما فاهم انه مثلا انت مثلا سوفت وير ديفلوبر لكن ما فاهم الشخص الشغال بالظبط. في السي اي والسي دي ده هو بيعمل شنو، ولا هو بيعملها ليه، ولا اساسا بالظبط. اهميه المونيتورنج مثلا او الاس ار اي هي شنو. فانت بالظبط.
دي الحكايه المهمه، ودي الشيء اللي بيفرق، انه الشخص بتلاقي الكارير بتاعه ما شاء الله يعني كله في تطور وفي تسارع، اكسلريشن سريع، وبين الاشخاص الثانيين اللي قد يكون عندهم نوع من انواع البطء. هي دي الاشياء اللي بتفرق يعني. بالظبط، وضح النقطة دي خطيرة جدا للأسف، وفي ناس كتير مش فاهمينها، اللي هي إيه؟ بص، أنت ممكن تلاقي واحد شغال في السيلز لمنتج معين، يروح ياخد دورة تدريبية في المصنع اللي بينتج المنتج عشان يشوف دورة حياة الصناعة عشان يرجع يبيع في السيلز. ايوه. في حاجة كمان في الجوبس اسمها جوب روتيشنز. المديرين بالذات الناس اللي بتشتغل في الاوبريشن بيجيبوهم يشغلوهم في اكتر من مكان، ويشغلوا فتره هنا وفتره هنا وفتره هنا. عارف ليه؟ عشان الحته اللي انت قلتها الخطيره دي، فكره الامباثي. انا عمري ما هتفهم تمام ايه اللي بيحصل هنا غير لما اعيش الاكسبيرينس دي وابقى جزء منها. تمام. فعشان كده بنقول اللايف سايكل بتاعت صناعه البرمجيات ما ينفعش تبقى انت. عشان كده حتى مش شغال في مجال الاي تي، كنت ايا كان، انت كنت سيلز، كنت اي تي سبورت، كنت عارف، كنت يعني حتى ستيك هولدر، حتى راجل مرتبط، لما تبقى فاهم الصناعه شغاله ازاي، ده هيغير طريقه تفكيرك في اداره البيزنس، في اي حاجه، وبالتالي دي نقطه خطيره جدا. ايوه، ولا كلامك ده يا باشمهندس ذكرني روايه ذا فينيكس بروجكت، اللي هي ده ايضا دي احنا في الديف اوبس يا اخواننا عندنا روايات وعندنا يعني ادباء. فالروايه ذا فينيكس بروجكت دي رغم انها هي روايه خياليه، لكنها حقيقه بتعلم كثير جدا عن الاندستري وعن الديف اوبس وكده. فالروايه هي جميله خالص. فبتذكر في المشهد بتاع انه الراجل اللي جابه كونسلتنت يا باشمهندس، وجاء بعدين بيتكلم على الناس اللي هي في البارس انليمتد، الشركه اللي كانت فيها مشاكل، وبيتكلم عن حكايه المصنع يعني، او انه هو ال ال يعني هو الراجل كان بيتكلم مع مهندس، وهو المهندس شغال في شركه بتاعت اي تي يعني، او شغال وظيفه تقنيه. فذاك قاعد لا يقول له انت في النهايه شغلك لازم تفكر فيه زي ما اي صاحب عمل تقليدي او مصنع تقليدي بفكر في شغله. وهو المساله ما مختلفه، لانها هي الاساسيات واحده والمفاهيم واحده. ف بالظبط. ايوه. فهي روايه لطيفه جدا، وبتدي يعني برضه عمق كبير على الاشياء اللي احنا بنعمل فيها، يعني بتوضح لك ليه الناس اساسا بيعملوا الموضوع ده يعني. ففيها مفاهيم مهمه، اي شخص يعني هو مهتم بموضوع التك اندستري، مهتم بمواضيع المانجمنت، بنصحه انه هو يطلع عليها. طيب نجي للجانب بتاع الليدرشيب كورسز او المهارات الناعمه، وده هو اتجاه جديد بدينا فيه من العام الحالي يعني. بديناه بكورس البيع والتفاوض، السيلز اند نيغوشيشن، وهو كورس انتهت الدفعه الاولى له قبل اسبوعين، وان شاء الله ايضا في الايام الجايه حننزل معلومات عن كيفيه يعني عن انطباعات الشباب اللي حضروا الدوره الاولى، وعن الريفيوز اللي قدموها، وايضا تفاصيل عن الانضمام للكورس في الدوره القادمه اللي حتكون في ابريل 2025 ان شاء الله. في كورسات مقترحه كريتيكال اند استراتيجيك ثينكينج، وفي ايضا كورس الكوميونيكيشن سكيلز، وكورس الايموشنال انتليجنس. المهارات الحياتيه زي ما بحب انه انا اقولها، او الناعمه زي ما يتعارف عليها الناس، ده ايضا من الاشياء المهمه خالص. يعني في كورس السيلف النيغوشيشن، هو الكورس اسمه بيع والتفاوض، لكن احنا تناولنا فيه مفهوم جديد وهو حيوي، وهو مفهوم البيع غير التقليدي. يعني الكورس ده ما مستهدف به الناس الشغالين في وظائف بتاعت سيلز، او في مواقع بتاعت كده، لا. نحن بنقول انه تعريفنا للبيع هو انت يعني اي تعامل، اي انتر اكشن، اي حدث بينك وبين شخص اخر، في الغالب هو بيكون بيحتوي على نوع من انواع البيع والتفاوض. لانك انت في الغالب يا بتكون عاوز تقنع الشخص ده بحاجه ما، او انك انت عاوز، خصوصا في الاطار المهني يعني اللي هو نحن بنتكلم فيه. فالكورس ده مهم لك اذا انت اي سي individual contributor، مهم بالتاكيد لك اذا انت بقيت مانجر، بقيت تيم ليد. هنا بتصل اهميته الكبيره في انك انت كيف تقنع الاخرين بافكارك، وكيف تقنع الاخرين برؤيتك، وكيف ايضا انك انت تقدر تتفاوض، وكيف انك انت تقدر تحل النزاعات او الخلافات او التضارب الظاهر في الرؤى. فكان كورس ايضا يعني بنفس الخلطه اللي بنتبعها دائما في المنتور،
واللي هي بتكون قايمه على انه بنعتمد على الخبره الشخصيه لنا، يعني كان اشخاص مقدمين بالتاكيد عندنا باشمهندس رضوان، وايضا في الكورس ده سعيد انه انا شاركت في تقديمه مع يعني كل التيم بتاع بزنس ديفلوبمنت تيم، باشمهندس رحاب، باشمهندسه هدى، باشمهندسه ناجح، باشمهندسه اسماء، كل الشباب الجميلين يعني ساهموا في الكورس. كان عمل جمالي او عمل جماعي رائع. وايضا بنعتمد فيه على الدراسات العلميه او الايفيدنس بيزد ستاديز. ففي الكورس ده مثلا ناقشنا يعني حكايه بتاعت 7 8 دراسات نفسيه اجريت، وكيف انها بتنعكس في موضوع الاقناع وفي موضوع التاثير. تكلمنا عن البيرسونال براندنج فيه كتطبيق عملي لفكره البيع في اطار العمل. تكلمنا عن يعني البرسويجن نفسه، وناقشنا الافكار بتاعت يعني الباحث الرئيسي في المساله دي اللي هو روبرت تشالديني، هو صاحب كتاب الانفلونس او مبادئ التاثير. فكان كورس شيق، وايضا فيه الجانب بتاع الاشياء العمليه يعني زي الرول بلاي والسيموليشن. اديك الفرصه يا باشمهندس لو حابب تعقب هنا. انا بس كل اللي عايز اقوله ان احنا يعني خلينا اقول الثيم بتاعنا او المين اوبجيكتيف ان احنا نقدر ان احنا نساعد في تطوير الحياه المهنيه والشخصيه على الجوانب التكنيكال وعلى الانتربيرسونال سكيلز او السوفت سكيلز. الفكره كلها انت النهارده مش تكنيكال بس، انت تكنيكال في محاط بمهارات كتير جدا في السوفت سكيلز او الانتربيرسونال سكيلز عشان تبقى تتجهز ان انت تبقى قائد. تتعامل ازاي مع الفريق، ازاي ان انت تقدر تتواصل، ازاي ان انت تقدر تقنع، ازاي ان انت تقدر. فهي دي المحرك اللي بيخلينا ان احنا نجهز الكورسز دي بحيث ان احنا نخش بشكل اعمق عن الجلسات اللي احنا بنعملها في المنتور. يعني احنا لما هنعرف بعد كده في المنتور، احنا فكره برنامج المنتور نفسه قايم على فكره تطوير الناس. الكورسات بتاخد عمق بقى، لا انت مثلا احنا بنعمل محاضرات في كورس في برنامج المنتور، جزء من الفعاليات هي محاضرات في مهارات التواصل، بس دي بتبقى فعاليه. انت بقى عايز تدرس الكلام ده ونعمل كويز ونعمل براكتس فالموضوع بيخش بتفاصيل. فالفكره كلها هنا الكورسات بتاعتنا في الليدرشيب بتفوكس على الدبث بتاع الانتربيرسونال سكيلز بشكل اكتر عمق بكتير جدا. بس ايوه وباشمهندس انت عندك راي يعني ما معتاد في المساله دي، اللي هو بيقول انه انت حتى لو هدفك انك تركز على المهارات التكنيكال او الهارد سكيلز، مثلا نفترض انك انت مبرمج كودر، تمام، تكتب كود، وانت عاوز تكون انك بروجرامر عمرك كله، انت بتقول انه المهارات الناعمه دي حتى هي يعني اذا هي ما عندك ما احسن حاجه، انت حتصل في النهايه مرحله في كمبرمج وحتقيف عندها، وحتعيق تطورك التقني نفسه. ف والله وضح الحته دي. هو مش بص، هي انت مش هتوصل لمرحله، هو انت يعني انت لازم كده كده تتطور فيه عشان تقدر تطور التكنيكال. يعني هم زي ما قلت لك كده، هم حاجتين ماشيين مع بعض، خطين ماشيين بالتوازي مع بعض. لو واحد فيه مشكله هيأثر على التاني. يعني انت لو انت عندك سوفت سكيلز كويسه وانت راجل تكنيكال، يعني بتكلم، وما عندكش تكنيك، انت راجل بتتكلم حلو، بتكومينيكيت حلو، يعني كل حاجه، بس ما عندكش تكنيكال، يعني ممكن بقى تشتغل بروجكت مانجر، ممكن تشتغل بابليك ريليشن، بي ار، وات ايفر. فانت راجل تكنيكال كويس، ما عندكش سوفت سكيلز، مش بس مش هتعرف تشتغل، لا انت مش هتتطور. انا قلت جزء مهم جدا من ان التطور كوميوليتيف واكسبوننشال، ودي حته خطيره جدا. يعني ايه؟ يعني انت النهارده اتطورت خطوه، المره الجايه بقت خطوتين، المره اللي بعديها 4 خطوات، اللي بعديها 8. تمام؟ فانت بتستخدم التطوير اللي انت بتتطوره دلوقتي بيضاعف التطور بتاعك في الخطوه اللي بعديها، بيضاعف اللي بعديه. فانت لو انت ما خدتش الستيب دي في الانتربيرسونال سكيلز، مش هتعرف تتطور تكنيكال كويس، لان انت مش هتعرف تكومينيكيت مع حد كويس. فهي الموضوع خطير جدا. مش بس انت هتوصل لمرحله، لا انت مش هتعرف اصلا تتحرك، ايوه وتحركك هيبقى تكنيكال بطيء جدا. فالخطين بتوع التكنيكال والانتربيرسونال سكيل لازم يبداوا مع بعض ويتحركوا الاثنين. ده لوحده يعني اكنك عارف بتطور هنا وبتطور هنا، والاثنين مع بعض. مم. مم.
صحيح. وهي المسألة دي قد تكون ما واضحة. أنا أيضا بس ما حابب أمشي من موضوع البرزنتيشن لكنها لأنها مسألة شيقة. يعني الآن يا باشمهندس، لو أخذنا نموذجك أنت نفسك، وانت لما بدات الشغل في الكوميونتي العالمي اللي هو في ستاك اوفر فلو، وبتساعد او بتحل المسائل اللي بتجي على الستاك اوفر فلو في الكاتيجوري المعينه اللي كنت شغال فيها. يعني المساله دي رغم انها هي كانت بتقدم على البيرسونال سكيلز بتاعتك والسوفت سكيلز وكده والجانب ده، لكن ايضا من ناحيه تقنيه متخيل انها ساعدت في انه يحصل التطور الهندسي اللي بتقول عليه ده الاكسبوننشال ده، لانك بتتعرض لمشاكل تقنيه اذا انت في شغلك العادي ممكن تكون متعرض ل 5% منها، لكن لانك انت بقيت في المجتمع انفولد وبقيت بتشارك وبقيت يعني بتساعد في تقديم الحلول، بالظبط. طورت جدا من مهاراتك التقنيه. بالظبط، وخلي بالك اوضح، انا دايما بقول بص، اكتر حاجه الواحد بيحاول ان هو يعملها ويشاركها بتبقى اكتر مشاكل هو واجهها. انا كمحمد رضوان اكتر مشاكل واجهتها كانت في السوفت سكيلز للاسف. تمام. وعملت امباكت. وتاني انا قبل ما اسافر اوروبا بالذات خسرت وظايف، يعني انترفيوهات كتيره بسبب السوفت سكيلز كانت بتاعتي، هي دي اللي كانت بتخسرني. وعشان كده دايما اكتر حاجه مهتم بيها هي المايند سيت والسوفت سكيلز، لان انا شايف للاسف بسببها ناس كتير شاطره بتفقد مش عايز اقول لك بتفقد وظائف بس، لا، بيفقد الطريق الصحيح ان هو مم. يقدر يتطور بشكل افضل. خليني اقول لك ان السوفت سكيلز هي الانجن اللي انت هتعرف تطور بيه مهاراتك التكنيكال. تمام. فانت لو الانجن بتاعك تعبان او ضعيف، فانت تطورك للاسف هيبقى ضعيف. صحيح. صحيح يا باشمهندس. وكمان كله انت ما مشيت في الكارير بتاعك كله ما الاشياء دي بقت مهمه. يعني كل ما بالظبط. الاشياء المتعلقه بطريقه التفكير، بانك كيف بتتواصل مع الاخرين، كيف بتختلف معاهم وهي بيكون عندها اهميه كبيره. فدي الكورسات المقدمينها خليكم قريبين متابعين. نحن عندنا يعني تابعوا صفحه الباشمهندس محمد رضوان، وايضا ان شاء الله حيكون عندنا في القريب العاجل يعني حيكون في موقع الكتروني بنوضح فيه تفاصيل الانشطه والاشياء اللي بنقدمها. طيب ده كان الجانب بتاع الدورات. نجي للجانب بتاع الكوميونتي. فده المنتور بروجرام اللي هو ده البرايفت كوميونتي او المجتمع المغلق اللي اتكلم عنه رضوان في البدايه. فهو مجتمع يعني بضم العشرات بمختلف مستويات الخبره، من المبتدئين او الجونيورز لحد الاشخاص الخبراء. آه، المجتمع او الكوميونتي هو فيه فعاليات حنقول عليكم بعد شويه، وفيه العديد من الفوائد. وهو صعب انه حقيقه الواحد يتكلم عن انت حتطلع بشنو من الكوميونتي او من المنتور. ليه؟ لانه هو بيعتمد على انت عاوز شنو اساسا. تمام. نحن دي يعني ابرز المزايا انه هي دي بيئه مساعده وداعمه انك تبني شبكه علاقات مهنيه قويه. بنتشارك فيها الفرص بتاعت الوظائف يعني. فدي حاجه عظيمه جدا، سواء اذا انت كنت هايرنج مانجر او صاحب شركه بتبحث عن كوادر مؤهله، او اذا انت شخص بتبحث عن وظيفه نفسك يعني. الكوميونتي ايضا بيمثل كوميونتي اوف براكتس وسنتر اوف اكسلنس. نحن شغالين في الاوبن سورس كوميونتي على عده مستويات. يعني على الجيت هاب عندنا الببليك ريبو، عندنا بعد حتى دائما بننشر يعني كل فتره والثانيه اشياء كاوبن سورس. بنشارك ايضا في عمل جلسات بابليك، جلسات تقنيه بنعملها في يعني اشياء العديد من الفعاليات والبرامج المصاحبه لبرنامج المنتور يعني. يعني اخر حاجه مثلا زي موضوع البودكاست الماهرون العرب اللي هو ده ايضا بالشراكه مع برنامج المنتور بيقدم فرصه للاشخاص الحابين انهم يمارسوا مهاراتهم في الخطابه العامه وغيره. عندنا كان برنامج داخلي اللي هو الورك اكسبيرينس، ده بيتكلم عن اعطاء الفرص للاشخاص اللي بيبحثوا عن خبره عمل احترافي وغيرها يعني. ف عشان الصوره انه تتضح لكم خلونا نناقش ارقام اكثر عن البرنامج ونناقش الفعاليات اللي احنا بنقدمها. ففي الجانب بتاع الارقام ودي احصائيه من العام الماضي. ف يعني حوالي 20% من الاعضاء هم من الجنس الناعم، والاغلبيه او 80% من الرجال.
الأعضاء حسب اللوكيشن متوزعين. معظم الأعضاء مقيمين في مصر وفي دول عربية زي السعودية، زي الإمارات. أيضا عندنا أعضاء في أمريكا، في كندا، في أوروبا، في يعني قرابة 17 دولة. والخبرات مختلفة. هنا في السلايد بتاع الخبرات عندنا 51 عضو بأقل من 5 سنين خبرة. عندنا حوالي 23 عضو من 6 سنين خبرة ل10 سنين خبرة. وعندنا 29 عضو بأكثر من 16 سنة خبرة. لما نجي نعاين عدد الأعضاء من الناحية بتاعة الوصف الوظيفي، فبنلاقي عندنا أعضاء من الطلبة. وإن كان الطلبة نحن أيضا عندنا لهم يعني يعني إن شاء الله في القريب العاجل حيكون في موضوع السكولرشيب للطلاب. نحن طلاب عادة ما بنقبلهم داخل المنتور لعدة اعتبارات، لكن قررنا فتح الفرصة للمتميزين من الطلاب وحديثين التخرج اللي هم بيتوافقوا مع رؤيتنا انهم يدخلوا البرنامج المنتور، وبتخفيض معتبر هو حتكون منحه يعني. فعندنا من الطلاب لحد حديثين التخرج، لحد المدراء، السينيور مانجر، دايركتورز، لحد السي ليفل او التنفيذيين. وفي التخصصات ايضا عندنا ناس شغالين في المجال الاكاديمي كاساتذه الجامعات. عندنا مهندسين برمجيات، مهندسين انفراستراكشر، ديف اوبس انجينير، عندنا مدراء مشاريع، عندنا اشخاص قانونيين ومحاسبين وشغالين في المجالات الطبيه وغيره. فمن كل المجالات يعني. دي نماذج لشركه بعض اعضائنا شغالين فيها. فبنلاقي عندنا شركات فانج تمام زي مايكروسوفت، زي امازون. عندنا شركات بتاعت اتصالات زي اس تي سي، شركات زي بوكينج دوت كوم، يعني شركات بتاعت بترول، اويل اند جاز، قطاع حكومي، مختلف الشركات اللي هم اعضائنا شغالين فيها. بالعدد المعتبر من الاعضاء يعني خلق تحديات. من ضمنها انه من الاشياء الاساسيه في الكوميونتي عندنا هو موضوع الثقافه. بمعنى نحن التجمع ده نحن ما عاوزين نجيب اي يعني عدد من الاشخاص ونقعدهم سوا وكده، لا. احنا الاشياء دي كلها بنعملها يعني عندنا فيها فهم معين كويس. الفكره بتاعت الكوميونتي فكره رضوان اشار لها في بدايه حديثه، وفكره هي فعلا منتشره في يعني المجتمعات الغربيه وكده، وعندها العديد من الفوائد. لما تجي تطبق فكره الكوميونتي في على مهمه زي الحاجه اللي بنعمل فيها في المنتور ده، بتديك فرصه عظيمه انك تعمل حاجه اللي هي السوشيال ليرنينج، التعلم الاجتماعي. بمعنى نحن يعني عندنا مثلا مهارات التواصل دي، اوكي نحن عندنا قرابه الثلاثه او 4 فعاليات اوريدي عملنا عن التواصل، انك كيف تتكلم مع زملائك في الشغل، كيف تتكلم حتى مع اي شخص، سواء التواصل ده كان تواصل نصي، سواء تواصل فيس ان بيرسون، يعني غطيناها باشكال مختلفه. لكن كله كلام في النهايه انت بتسمعه او انت فرصه مشاركتك فيه بسيطه. لكن لما يكون في بيئه انت اساسا مجبر فيها انك تمارس الشيء اللي طبقته ده او اللي سمعته ده وتطبقه وتاخذ عليه فيدباك، ده بيسرع من عمليه التعلم وعمليه استيعاب المهاره المعنيه. واحد من الاعمده الاساسيه في الموضوع ده هو برنامج الجروب ادفايزري الليدرشيب. فهو نحن قسمنا كل الاعضاء عندنا لعدد من المجموعات. اولا في الليد جروب ادفايزري. فالليد جروب ادفايزري ده هم باعتبارهم الاشخاص المسؤولين طبعا على قياده باشمهندس رضوان. والفريق الليد جروب ادفايزري فيه باشمهندس الرحاب، باشمهندس عبد الحليم، وشخص الضعيف. و الليد جروب ادفايزري بيشرفوا على الجروب ادفايزري اللي هم كل الشباب الجميلين المنورين الشاشه. وكل عضو بيكون تحتيه عدد من الاعضاء. ايضا معنا باشمهندس النيفين كاستشاريه في البرنامج. فالاعضاء يعني الشخص لما يجي المنتور كشخص جديد بيتم توزيعه، وبيكون في واحد من الجروب ادفايزر متابع معاه، وعلى اساس انه يكون his or her first point of contact، وانه يساعد في انه يعني في اشياء معينه داخل الكوميونتي داخل البرنامج كويس. احنا بنكون حريصين انه الاعضاء يكونوا على اطلاع بها في قيم معينه زي قيم التحلي بالمسؤوليه، القيم بتاعه تقبل النقد، القيم ايضا بتاعه التطور. في الان مبادره بديناها العام ده اللي هو بتاعه البلاننج،
انه الاعضاء ممكن يعني يقولوا انا عاوز اعمل شنو في العام الجاي ده، والجروب ادفايزر يكون متابع معاهم ويكون مساعدهم في عمليه وضع الخطط ووضع الاهداف ومتابعتها. والعديد يعني من الاشياء. فهو برنامج اساسه هو باعتباره بيمثل الصمغ يعني، او الغراء اللي هو بيجمع كل الاعضاء وبخليهم يدي عندهم نوع من انواع الانسجام او نوع من انواع التبني للقيم والمفاهيم المعينه ان احنا شايفين انها قيم اساسيه. اسمح لي تفضل يا اوضح، عايز باشمهندس. اوضح اسمح لي، عايز اوضح بس فكره برنامج المنتور قايمه على ان احنا اكنك انت بالظبط بتجوين شركه فانج. تمام، بيحصل لك اونبوردنج، بيحصل لك اندكشن. وفكره الجروب ادفايسري بالظبط زي بيسموها الاونبوردنج بودي، اللي هو بيبقى معاك انت لما بتشتغل في شركه كبيره، بيعمل لك اساين لحاجه اسمها اونبوردنج بودي، اللي هو بيقدر ان هو يساعدك. عشان كده بقول تجربه برنامج المنتور هي تجربه فعليه للشركات العالميه بمعنى الكلمه، في الاداره، في البوليسيز، في الكوميونيكيشن. والحته الخطيره اللي انت قلتها وضحها بتاعت السوشيال ليرنينج. السوشيال ليرنينج يا جماعه من اخطر الوسائل في التعلم، ان انت بتتعلم بالاحتكاك مع الناس، بالاوبزرفيشن، بالملاحظه. انت لاحظت وضح اتكلم ازاي مع عبد الحليم، هم ردوا على بعض ازاي، فانت اتعلمت من سؤال وضح ومن رد عبد الحليم ليه. فهي دي الفكره، البيئه اللي بتخلق نوع من انواع التعلم الاجتماعي عن طريق الملاحظه والتدقيق باللي بيحصل حواليك، فتلاقي نفسك اوتوماتيك. فهي مش عايز اقول محاكاه، انت اكنك بالظبط جوين فانج كومباني. فالجروب ادفايسري هو بيمثل نقطة التواصل معاك عشان يقدر ان هو يوجهك في الاتجاه الصحيح، بما ان انت لسه. وفي نفس الوقت احنا بناخد الناس بيحصل لهم بروموشن او ترقية ان هم يبقوا جروب ادفايسري. فنفس الجروب ادفايسري دول هم اللي هيساعدوا الناس بان هم ياخدوا او يتعلموا مهارات القيادة، ويبتدوا ان هم يبقوا جروب ادفايسري، وهكذا عشان يقدروا يساعدوا غيرهم، وهكذا. بالظبط نفس الفكر اللي موجود في اي شركه، في اكبر شركه في العالم، هو اللي بيتعمل بايفالويشن بروسيس، بالبرفورمانس ايفالويشن، بكل الاشكال اللي بتتحط في اكبر شركات في العالم. صحيح والله. هو بجد يعني تفاصيل كثيره يا باشمهندس. الواحد يعني برنامج الجروب ادفايزري طبعا هو احنا عموما ده ايضا من الاشياء اللي عندنا في المنتور. بنعمل البرنامج او المهم الفعاليه او كده، وبيكون بتخدم كم غرض. انا الان اتناولت لكم الموضوع من الجانب انتم كاعضاء جدد او كده، لكن فعلا هو برنامج الجروب ادفايزر هو اولا هو ده الليدرشيب تريننج بروجرام بتاعنا يعني الاساسي. والاشخاص اللي هم داخل المنتور وحابين انهم يطوروا من مهارات القياده، نحن سنويا بنفتح الباب للانضمام يعني للاعضاء بشروط معينه، يعني ابرز انه يكون على الاقل تم سنه داخل المنتور. وهو يعني زي ما قال الباشمهندس بالضبط، حتى فيه فتره تجريبيه، فيه انت عندك كي بي اي ملزم انك تحققها. وهو يعني وايضا عندك الليد جروب ادفايزر، يعني هو ده مسؤول عنك، بيقدم لك كل الدعم اللي انت عاوزه، بيقدم لك الكوتشنج وانت مطلوب منك اشياء. يعني انت في النهايه الاعضاء اللي بيكون تحتيك، انت العلاقه هي ما علاقه مانجر مع امبلوي، وان كان هي اصعب، لانك انت في النهايه انت عاوز تاثر على الاعضاء اللي عندك، وعاوز تنقلهم لحته معينه، عاوز تقنعهم انهم يعملوا اشياء معينه، زي انهم مثلا يعملوا يعني يوزرز بروفايل، زي انهم يشاركوا في الفعاليات بشكل فعال، زي انهم يعني هي اشياء في النهايه بتصب في مصلحتهم يعني كويس، زي انهم يخطوا اهداف مهنيه، انهم مثلا ياخذوا شهاده في المجال الشغالين فيه ويحققوها وكده. فانت بتحاول تقنعهم وتحثهم وتتابع معاهم، وما عندك يعني صلاحيات حقيقيه زي صلاحيات المدير. فهو تحدي اكبر، ولازم تعتمد فيه على موضوع التاثير او الانفلونس كويس. ف وبالتالي بتبتدي تطبق مهارات التواصل، الإقناع، التأثير. كل المهارات الناعمة اللي انت بتتعلمها بتبقى عندك فرصة ان انت تطبقها بشكل عملي، في ان انت تاخد مبادرة الجروب ادفايسر، تبقى جزء من فريق الإدارة عشان تقدر تأثر في الناس وتدير، وبالتالي تقدر تتعلم ده بشكل عملي.
صحيح، صحيح بالضبط كده. هي من البرامج المهمة جدا داخليا عندنا في المنتور لعدة أسباب يعني. طيب، نجي بعد للفعاليات العادية بتاعت أو الفعاليات الدورية. فبنلاقي عندنا الانوال بلان اللي هو فعالية بتقام بداية كل عام، وفيها يعني نتكلم عن الأشياء اللي عملناها وحققناها العام الماضي، وبنطرح فيها خطتنا للعام المقبل. المنتور ميت اب هي فعالية دورية بتقام كل عدة أشهر، وفيها الأعضاء الجدد للمنتور. نحن أيضا في المنتور زي ما قال الباشمهندس نحن شغالين يعني تجربة أو بيئة عمل تضاهي بيئة العمل في الشركات العالمية. انا بس حابب هنا اعقب يا باشمهندس على النقطه دي، لانه قد يكون سؤال ليه نحن يعني حريصين انه نعمل بيتعمل بتضاهي العمل في الشركات المالتي انترناشونال مثلا، تمام؟ لان احنا ما عملناها زي اي شركه ثانيه او شركات بير السلم او غيره. والسؤال الثاني احنا كيف بنعمل الحكايه دي؟ ف بالتاكيد يعني هو يعني احنا لما نتكلم عن العمل بشكل عام، في ما كل الشركات على نفس المستوى، وما كل المؤسسات على نفس المستوى، تمام؟ يعني ممكن انت تقارن بين الشركات مثلا على مستوى الارباح اللي بحققوها. هنا بتلاقي في شركات زي بيقول لك مثلا الفورشن 500 تقريبا دي بتعتمد على الدخل اللي بحققوه في السوق الامريكي. في تقسيم ثاني بيكون على حسب معايير معينه، كويس؟ مثلا معايير التنوع، معايير كده. الشركات المالتي انترناشونال بشكل عام، او خلينا نقول الفانك في مجال التكنولوجي، معروفه انها هي دي يعني دي الستاندرد او دي الجولدن ستاندرد، المعيار الذهبي فيما يخص بيئه العمل الاحترافيه. وده بيجي لانهم عندهم الموارد اللي بيقدروا يحققوا بها الشيء ده، وعندهم مهتمين بالحكايه دي. ايضا يعني واحد من الاسئله قاعد بتواجه الشباب لما يكونوا بيحاولوا انهم يحسنوا من فرصهم الوظيفيه وكده، اللي هو السؤال بتاع البيضه او الحجر. انا كيف اتلقى الخبرات دي، كيف اتلقى الثقافه دي وانا ما شغال في شركه كبيره وهم الشركات الكبيره طالبينها، كويس؟ فالسؤال ايهم ياتي اولا؟ برنامج المنتور هو محاوله للاجابه عن السؤال ده، تمام؟ انت اذا بتطمح انك تشتغل في شركه كبيره لكن انت في اشياء ناقصاك، وصعب جدا تكمل على الاشياء الناقصاك دي من غير ما تلتحق بشركه كبيره، ممكن يكون واحد من الخطوات انك تنضم لبرنامج المنتور. ليه؟ لانك انت بتكتسب، اذا انت يعني اجتهدت فيه واذا انت شاركت وتفاعلت بشكل كويس، انا اعتقد في غضون سنه او سنتين هتلاحظ تغير كبير في طريقه تفكيرك، اللي هو ده وده الشيء الاساسي يعني. بالفعل حصل يا وضاح مع اكتر من حد، الحمد لله ربنا كرمه ويعني تخطى حاجات كتير يعني، وعندنا قصص كتير جدا يعني الحمد لله يعني. صحيح. وحتى يا باشمهندس انا مرات بلاقي ناس يعني بس مجرد بيتابعوا الفعاليات، بيتابعوك انت في الفيسبوك، الاشياء اللي يعني بننشرها، بيلاقوا انه بيقول لك كده يعني انا في غيرت رايي، غيرت قناعاتي في مواضيع كثيره وكده. ف المهم نرجع للمنتور ميت اب. فهو ايوه الفعاليه بنقدم فيها الاعضاء الجدد. والشيء اللي كنت داير اقوله انه احنا عندنا نظام الباتشات او الدفع. فانت لما تيجي تنضم للمنتور عندنا يعني كل 3 شهور عندنا دفعه جديده، دفعه في يناير، دفعه في ابريل، دفعه في اللي هو يوليو، ودفعه في اكتوبر. فالمنتور ميت اب هو فرصه بيكون طيبه الناس يقابلوا فيها الاعضاء الجدد، يدوم الفرصه يقدموا انفسهم، او الاخرين ايضا يتعرفوا عليهم ويسالوهم. السوفت سكيلز هي يعني فعاليه دوريه بتتناول مواضيع مختلفه. قد تتناول الكوميونيكيشن، قد تتناول الاسيرتفنس، قد تتناول الكوجنيتيف بايس. دي من الفعاليات الجميله خالص كانت في العام ده، بتاعت التحيزات الفكريه او الذهنيه. ان شاء الله في العام المقبل 2025 اول فعاليه حتكون على البيرسونال براندنج. فزي ما قال الباشمهندس يعني احنا السوفت سكيلز من نشاه المنتور الاولى نحن مهتمين بالموضوع ده. والكورسات بس جايه تواصل فيها اكثر. يعني مثلا نحن البيع والتفاوض كان قدمنا فعاليه شهر يناير، فعاليه جميله خالص قدمتها دكتور مروه سليمان، لكنها ساعتين بس للاسف الشديد يعني. فالكورس بتاعنا اللي قدمناه كان 24 ساعه. فده هو الفرق يعني انك بتاخذ فرصه اكبر في الكورسات. وايضا الجانب اللي انا حقيقه عاجبني اللي هو الجانب بتاع الرول بلاي والاكتيفيتيز اللي بنعملها يعني. لانك انت بتقدر تاخذ فرصه انك تقدم فيدباك ان ريل تايم.
كويس، وبيرسونلايز فيدباك، فمن الاشياء اللي بتعمق يعني الفهم والاستيعاب. الجروب ادفايزر الليدرشيب ده الاجتماعات الدوريه بتاعت الجروب ادفايزري وفريق القياده بتاعت المنتور. الجست سبيكر ايضا من الفعاليات الحلوه حقيقه، اللي هي دي بنجيب فيها اشخاص من خارج المنتور ونستضيفهم. فاستضفنا عدد من الناس المميزين، يعني استضفنا مشرف يعني من الاشخاص اللي نعتز بهم جدا وشرفنا اكثر من مره. استضفنا العام الماضي ساندرا كيل، دي مايكروسوفت ام في بي في الميكس رياليتي، يعني مجال متميز ومجال مختلف، ايضا وبرضه سعيد حتى بمستضافتها. البلاد، يعني حتى ساندرا كايل كانت من المانيا. صحيح، من البانيا، ايوه. فحتى في البلاد كمان مختلفين يعني. ايوه، واستضفنا مايكل بلومنسل، اعتقد هو امريكي. بالظبط ده امريكي. مايكروسوفت ام في بي في الشير بوينت. بالظبط. ساندرا في الميكس رياليتي، كويس. وغيرهم يعني. وايضا ان شاء الله حنستضيف قريبا جدا دكتور عصام الخواجه، وهو طبيب نفسي سايكاتريست، وشخصيه ايضا يعني من المؤثرين في مجال الصحه النفسيه. ففعاليه حتكون قويه جدا ان شاء الله، حنفتتح بها او حتكون من اولى فعالياتنا في الشهر القادم، فترقبوها يعني. وفي الفعاليات دي بنتيح الفرصه للاعضاء انهم بيتحاوروا وانهم يسالوا الاسئله المتعلقه بهم على الضيوف يعني. الاسك مي اني ثينج والجروب ثيرابي. اسك مي اني ثينج والجروب ثيرابي دي ايضا فعاليه يعني. شوف، المنتور ده فيه اشياء يعني زي جروب ثيرابي. الجروب ثيرابي ده ما هو اسم جاي من عالم الصحه النفسيه ومن عالم علم النفس، وهو نوع من انواع العلاج يعني. الناس المهتمين بالاشياء دي بيعرفوا انه في الانديفيدوال ثيرابي، العلاج الفردي، اللي هو انت بتمشي للمعالج وبتقعد تتكلم معاه وكده. لكن لقوا انه في قيمه كبيره في علم النفس، يعني انه الجلسات دي تكون احيانا جماعيه. ليه؟ لانه المشاكل قريبه لبعض، المشاكل متشابهه. فموضوع الجروب ثيرابي والاسك مي اني ثينج هي دي، نحن بنعرض المشاكل بتاعت الاشخاص بشكل يعني سري او بشكل علني. الشخص عنده الحريه انه يظهر باسمه وصورته ولا لا، ومشاكل متعلقه بالشغل والكارير وكده. وبنقعد بنناقشها وبندي فيها الاراء، وايضا الاراء محكومه بالتجربه وبالخبره المهنيه. فالفكره بس انا عجباني موضوع الجروب ثيرابي. وده ايضا ده بيجيبني يا باشمهندس لموضوع جمعيه الهواه المجهولين، اللي هي يعني انا شايف انه مظلومه جدا اعلاميا هذه الجمعيه بمبادئها. وهي باختصار يعني من الاسم جاي ايضا بفكره الاسم بتاع المدمنين المتعافين، اللي هم التريبل اي، او دي يعني جمعيات في الغرب بيعملوها للاشخاص المدمنين. فالفكره قائمه، انت بتمشي الاجتماعات بتاعت الجمعيه دي وانت عارف انت بتعرف روحك على انك مدمن متعافي. فباشمهندس اخذ الفكره دي وعمل جمعيه الهواه المجهولين، وهي ضم فيها 19 مبدا مهني شايفهم يعني من اهم المبادئ، او ممكن تقول دي زي رود ماب انك انت كيف تمشي في حياتك المهنيه. والفهم الاساسي فيها انك انت مهما بلغ بك الامر من الاحتراف ومن تقلد المناصب المهنيه، الا انك انت في الاخير هاوي متعافي وفي اي لحظه ممكن تنتكس. تمام. فمفهوم فكره بجد يعني، فكره عبقريه، كويس. حابب وده تضيف حاجه يا باشمهندس؟ انا عايز بس اضيف ليه انا قلت هاوي متعافي والفكره كده، لان انت في اي لحظه كل ما بتكبر في السلم الوظيفي الضغوطات بتزيد والتحديات بتكبر وانت بتنجح اكتر، فبتضطر دايما اقول مش الصعوبه النجاح، يقول لك الصعوبه الاستمرار وان انت تنجح اكتر، هي دي الصعوبه. الاستمراريه هي الصعب. فدايما تفتكر كده ان انت ممكن في اي وقت تتحطم وتيجي دايما عارف وترجع تاني تبقى هاوي، لان انت مش قادر تفايت، مش قادر. ف فمن وجهة نظري مجرد ان انت تفتكر ان انت آه يعني هاوي متعافي، وبالتالي تفتكر ان انت في اي لحظة تقدر ان انت تقع فريسة ان انت تبقى هاوي تاني وتسيب النجاح ده كله، لان انت مش قادر تستمر على نفس النهج. عارف، ايوه، وتستجيب لبشريتك اللي هي عايزه ايه، تستكين بقى وارتاح ومش عايز اعمل عارف. لان ودي الفكره، لان انت عشان تبقى بروفيشنال بجد it takes responsibility, effort, commitment, accountability, responsibilities، حاجات كتير قوي. فانت اوعى تتخيل انها سهله
وان انا وانس ان انا جيتت فخلاص هي بقت معايا. لا، انت محتاج المجهود ده طول الوقت، فايت يور سيلف عشان تقدر تكيب اب، والا بمجرد ان انت سبت هتقع. عارف انت؟ ف... ايوه. فده الفلسفه اللي هي المعنى بتاعها يعني. وانا يعني يا اخواننا انا حابب هنا اشير يعني بس للمفارقه. يعني شوفوا رضوان الجائزه اللي اخذها 13 سنه على التوالي من مايكروسوفت، دي من ارفع الجوائز المهنيه في عالم التقنيه يعني كويس. اللي هي جائزه الام في بي دي اختصار تقريبا ل most valued professional. مظبوط يا باشمهندس؟ مظبوط. شوف يعني هو شخص بيقول لك يعني عالميا مكرم على انه هو most valued professional. يعني ده ممكن نقول انه يعني خلاص ما في الاحترافيه شيء الواحد يضيف عليه. وهو بيقول لك انه هو في اعماقه بفكر كانه هو هاوي متعافي. فده درس يعني كبير لنا كلنا، انه انت مهما حققت من اشياء، مهما عملت، لا يعني انت تفكر بالناحيه دي. وعشان كده التفكير، طريقه التفكير والمايند سيت هي اللي بتفرق. يعني جزء كبير من الاشخاص بيفتكروا انه موضوع المايند سيت والكلام ده كلام ساكت وكلام تنميه بشريه، في حين انه ابعد ما يكون. المايند سيت هي اللي بتفرق، المايند سيت هي اللي بتحدد لك كل شيء. ف فبس حاجه لطيفه، والجمعيه للناس المهتمين بها اذا عملوا سيرش في جوجل كتبوا جمعيه الهواه المجهولين بتجيهم. هي حتى الان موجوده وعندها المبادئ 19، واي مبدا فيهم مكتوب يعني موزون. يعني ما في من ال 19 مبدا ديل ما في مبدا مخطوط لمجرد حشو، او لمجرد انه يعني رضوان كان عاوزين يبقوا 19 ولا لا. كل مبدا فيهم هم بيسدوا يعني وبيخدموا على نقطه مهمه وجانب مهم من جوانب الحياه المهنيه. طيب عندنا فعاليه اللي هي ريفيوينج سي في ورك شوب. دي يعني من الاسم واضحه، وهي ايضا فعاليه عملناها اكثر من مره. وهي بنجيب فيها عدد من السير الذاتيه وبنراجعهم وبنناقشهم وبندي فيها فيدباك. وبالتاكيد بيكون في ناس حاضرين الموضوع ده، يعني بيكون يعني عندهم معرفه عميقه ومعرفه اساسيه بالهايرنج برنسبلز وبالهايرنج بروسيس، وهم اساسا انفولد في القرارات بتاعت الهايرنج. في الفيدباك اللي بيجيك والمعلومات اللي حتسمعها حتكون معلومات يعني فيري ريليفنت وقويه خالص. البوك ورك شوب فعاليه مميزه، فعاليه قريبه جدا لقلبي. والسنه دي تناولنا كتاب روبرت جرين قوانين القوه 48 على 4 جلسات باجمالي 16 ساعه. وكل جلسه يعني بس نحن بنقفل لانه خلاص بيكون يعني تو ماتش، يعني بيكون اكثر من 3 ساعات. لكن كانت جلسات نقاشيه ممتعه، استفدنا منها كثير. باشمهندس لو تتكلم لنا عن الكتابين اللي حنناقشهم في 2025. الكتابين كتاب ذا كاريج تو بي ديسلايكد او شجاعة ان تكون غير محبوب. وده طبعا من الكتب الجميلة جدا. ادلر، انا مش فاكر، هو عالم نفس نمساوي. ايوه اسمه ادلر، مش ادلر، فاكر. ايوه. ايوه. وده بيحكي فكرة ازاي ان انت تتقبل ان انت جزء كبير جدا للأسف من خلينا اقول من فرملة النجاح بتاعتنا، او من ان بيعوقنا عن النجاح هو رأي الآخرين فينا. عشان كده دايما اقول طول ما انت مرتبط برأي الآخرين، وان انت يعني رابط تطورك برأي الآخرين فيك، للأسف ده هيأثر يعني كتير عليك جدا في تطورك، خصوصا لو انت في مجتمع رأي الآخرين ده بينسفك مش بيطورك. فدي كارثة، عارف. فالكتاب الأول يعني بيشجعك وبيحاول يفهمك ازاي تتحرر من الحتة دي. وطبعا التحرر من رأي الآخرين ده هيخليك إنسان حر، وبالتالي فعلا تنجح، تتعلم وتغلط ويبقى عندك الويلنج تو فيل، وما تحسش بالجلد بتاع المشكله في الاحساس. دايما الناس عندها تضارب ما بين احساس ان انا غلطان وعايز اصلح، وما بين احساس الجلد اللي يخليك دايما تحس بالشيم ان انت غلطان، يعني او يدفعك ان انت تبقى يعني ايه، تبقى انسان مش كويس. ويعني الحته دي فيها فلسفه كتير قوي. الكتاب التاني بقى انا شايفه مهم جدا،
لان الكاتاليست ده، وانا يمكن برضو قريته وكتبت عنه ملخص حلو قوي، بس انا شفت ان هو برضو يعني الميزه اللي فيه ايه بقى، ان انت برضو بيتكلم عن حد كان في الاف بي اي، وبيتكلم على فكره التاثير في التغيير، ان انت تغير اللي حواليك بدون ما تأمرهم، ولكن ان انت تقدر تأثر فيهم فيتغيروا. فانا شايف انه تدرج جميل قوي في ان انت تبقى فاهم يعني ايه انا بدات اتغير. طب حلو قوي، ازاي اغير فالتغيير هنا مش ان انا ازعق في الناس وان انا لا، ولكن هو قدره التاثير عليهم. عشان كده اسم الكتاب بيعكس كاتاليست. الكاتاليست ده طبعا انت راجل كيميائي بقى ايوه. فالكاتاليست ده اللي هو العامل الحفاز ده، اللي هو بتحطه في المعادله، يقدر ان هو يحفز التفاعل. تمام. فهو ده فهو لو واحد بيتطور او بيتغير بنسبه قد كده، الكاتاليست ده هو اللي يخليه يعني ايه يتطور كتير. ودي قدرتك من ان انت تبقى منتور، وده جزء من اللي احنا بنحاول نعمله. احنا مش بس بنعمل لك منتور شيب، احنا كمان بنقول لك هاو تو بي ا جود منتور. تمام. ايوه يعني بالطريقه، نفس الطريقه اللي انت اتعلمت ونجحت بيها، نتمنى ان انت كمان تقدر ان انت تمنتور شيب وتقدر تنجح ناس تانية، وهكذا. فنعتبر برضو ان برنامج المنتور هو برنامج لصناعه القاده، اللي جزء منها المنتور شيب والكوتشنج. صحيح. ايوه والكتب يعني عمليه النقاش دي بتكون لما يعني النقاش بيكون جماعي، وكل الفعاليات هي يعني او معظم فعالياتنا نحن فعاليات تفاعليه، فبالنقاش تبادل الاراء الاشياء المفاهيم اللي بتناقش في الكتب نفسها. يعني كتاب ذا كاريج تو بي ديسلايك ده من الكتب الممكن تغير حياه الانسان. وممكن كتاب يعني هو كتاب جميل خالص وزي ما قال باشمهندس بيناقش افكار ادلر، لكن بيناقشها باسلوب سلس جدا. يعني هو معمول في شكل حوار بين فيلسوف وبين شاب، وبيتكلم عن اشياء كثيره. يعني اللي هو مثلا غير انك انت موضوع يعني الاشياء مثلا موضوع التروما، هو عنده راي ثوري في الموضوع ده، انه التروما ما في حاجه اسمها not تروما، انه exist. انت مثلا ايوه يعني انت في النهايه اي حدث مر بك في حياتك، انت المعنى بتديه للحدث ده هو منفصل من الحدث نفسه. تمام. فيعني مفاهيم مهمه لاي شخص بيبحث عن انه يفهم نفسه اكثر، بيبحث عن انه يطور علاقته مع نفسه مع الاخرين، من الكتب العميقه واللي بتترك اثر لا ينسى في اي شخص يقراه بتعمق. فعشان كده انا متحمس جدا للكتاب ده. ايضا كتاب كاتاليست اول مره حكون يعني حاقراه وحطلع عليه اثناء مناقشتنا يعني. ان شاء الله. فان شاء الله. فدي من الفعاليات المميزه. الببليك تكنيكال سيشن ايضا دي فعاليات، يلا دي غير دوريه كويس، ودي هي دي المساهمه او واحد من اشكال مساهماتنا للمجتمع العالمي او المجتمع الكبير المفتوح يعني. فبتكون دائما لو متابعين الباشمهندس ورحاب، ما شاء الله باشمهندس رحاب يعني العام الماضي ده يمكن عدد كبير من الجلسات قدموها عن مواضيع مختلفة، سواء أشياء داخليا في المنتور أو غيره. أيضا الجلسة دي مفتوحة للأعضاء داخل المنتور أنهم يقدموا، إحنا عندنا فورم ممكن يقدموا فيه، وهي المسألة شبيهة بفكرة التقديم، تقدم لي ورقة أو تقدم إنك تشارك في مؤتمر مؤتمر عالمي، يعني نفس البروسيس. وبناخذ الابلكيشن، واذا الامور تمام بنعمل ريهرسل، اذا الامور تمام بنعمل الجلسه ونستضيفها في منصاتنا اذا الشخص هو حابب كده. واذا حسينا انه يعني الشخص لسه في اشياء ناقصاه بنقدم له فيدباك على اساس انه يقدر يطور من مقدراته ويقدر يعمل سبميت مره ثانيه. فده ايضا من الفعاليات المهمه واللي بتبني السكيلز، لانه التكنيكال سيشنز وكده من الحاجات اللي هي بتساعد في موضوع البيرسونال براندنج، وهو ده من المواضيع اللي احنا يعني شغوفين بها وحريصين انه كل اعضائنا يكون عندهم بيرسونال براندنج مميزه. وهو ده شيء اوريدي يعني الحمد لله يعني جزء كبير منهم قدر يحققه. يعني عندنا ناس عاملين بلوجز، عندنا اشخاص يعني في لينكدين وفي فيسبوك في غيره. فحتى على مستوى الشركات يعني مفهوم البيرسونال براندنج هو ما بيعني انك انت اللي تكون صانع محتوى بالمستوى ده، لا انت ممكن تعمل بيرسونال براندنج قوي جدا في الشركه اللي انت شغال فيها. لكن ايضا بتطلب جزء من انك انت يعني آه توصل وتكوميونيكيت الفاليو بتاعتك وكده. فواحد من الحاجات القويه جدا هو موضوع الببليك تكنيكال سيشن ده يعني.
وفي مهم جدا، لان انت الناس احنا بنحس وبنشجع على تعلم مهارات زي البرزنتيشن سكيلز، زي الشجاعه ان انت تقدر تبرزنت، ازاي تبرزنت، كل الكلام ده. وبالتالي بتبقى فرصه وين وين، ان احنا برضو تاني ان الناس، صناعه القائد معناه القياده، ان جزء منها انه يقدر يعمل برزنتيشن وفي نفس الوقت ان احنا نقدر نفيد المجتمع العام، ان احنا نشارك المعلومات دي مع المجتمع. وهو ده يعني احنا هدفنا في الاخر، ان احنا يبقى عندنا بابليك سيشن ونعمل بابليك ايفنتس، ونبتدي نعمل انفايت لسبيكرز من امريكا ومن اوروبا ونجيبهم وهكذا، ويبقى معانا ناس من المنتور كمان هم جزء من الفعاليات دي. فدي الفكره. ان شاء الله. طيب في فعاليتين حيكونوا ديل في 2025، وفعاليتين نحن ايضا لو ملاحظين الصحه النفسيه مهتمين بها ومركزين عليها. فالفعاليه الاولى Psychology Behind Behavior Distortion، والفعاليه الثانيه Building Well-being in Work and Life. فباشمهندس لو اتكلمت لنا عن الفعاليتين ديل. بالنسبه للفعاليتين دول، الفعاليه الاولى اللي هي Psychology Behind Behavior Distortion، في كتير من الشركات وفي كتير من بيئه العمل بيبقى فيه بعض، خلينا نقول التشوه، مش بس معرفي، يعني هو مش معرفة بس، ولكن كمان سلوكي، لأن التشوه بيبقى فيه تشوه في المعرفة بيؤدي لتشوه سلوكي. تمام. اللي هو ازاي الناس بتتعامل بشكل خاطئ سلوكيا في بيئة العمل. فأنا الغرض من الاكتيفيتي دي رصد أكتر من behavior، يعني distortion في بيئة العمل، وازاي نتعامل معاه من خلال انت نصايح للشخص نفسه، نصايح لزمايله، نصايح لمديره، ونصايح للشركة كمان. وبالتالي هنحاول نغطي كل البرسبكتيفز للايه للسلوك خلينا نقول الغير جيد ده. الفعاليه الثانيه احنا هنتكلم على الصحه النفسيه، هنتكلم فيها ضغط العمل، ازاي نواجه ضغط العمل، وازاي مش بس نواجهه، ازاي ان احنا كمان الضغط ده ممكن يبقى في مصلحتنا لو احنا عارف زي ايه. طاقه الرياح طول عمرها موجوده، لما بدأ يفكر ازاي تاخد طاقه الرياح دي وتبتدي تعمل منها طاقه وتحولها. فهي الفكره كلها ازاي ان انت تقدر تشتغل على توجيه الضغط ده لمصلحتك، مش يبقى ضدك. ودي حاجه من وجهه نظري هي حاجه الانسان قادر ان هو يعملها. ايوه. يعني مواضيع في صميم الحياة المهنية بتشغل بال كثير من الأشخاص اللي بيكونوا بيشتغلوا. موضوع الاحتراق المهني أو البيرن اوت، المواضيع بتاعة بالظبط السلوكيات، هنحاول الاختلافات. ندي نصايح في الحته دي، ازاي ان انت تحاول تفهم البيرن اوت. دايما بيبقى فيه دايما ايه، زي ما قلنا، هي ما بتبقاش قفزه، هي بتبقى مراحل الاول. فانت تفهم فكره زياده الوعي، ده جزء كبير من برنامج المنتور، رفع الوعي. أيوة. بالتأكيد يعني ففعاليتين حتكون مميزات، وإن شاء الله حيكونوا في 2025. ودي الكالندر دي بتاعت 2024، ولا يعني بالظبط. بنديكم في فكره عامه. احنا عندنا الفعاليات، يعني الفعاليات ما شاء الله عددها ما بسيط وكده، لكن احنا حريصين جدا على الزمن، حريصين ان احنا ما نرهق اعضائنا ب يعني هم معظمهم او كلهم تقريبا الناس شغالين، وبالتاكيد عندهم التزامات. فنحن عاوزين انه يعني البرنامج المنتور ده يكون هو فعلا يديهم اكبر قدر ممكن من المعرفه ومن الفائده في اقل وقت ممكن. فعشان كده نحن بنعمل فعاليتين بس في الشهر، باجمالي 24 فعاليه. وبالتاكيد بيكون في فعاليات ثانيه يعني، لكن دي بتكون عفويه او بتكون يعني، لكن الفعاليات الاساسيه اللي نحن بنخطط لها بنعلن عنها فعاليتين بس في الشهر، وكل فعاليه من ساعتين ل3 ساعات. وعلى اساس انه الشخص يقدر يعني برنامج المنتور يكون جزء من روتينه ويكون جزء من حياته. وايضا نحن عموما في كل شيء بنعمله بنرى الاشياء بمنظور اللونج تيرم، اللي هو نحن يعني دائما يعني، لانه حتى الباشمهندس قبل لما نتكلم عن موضوع التطور الاسي، الاكسبوننشال جروث او التطور الهندسي، ده هو ما بيحصل انت الا اذا انت بقيت يعني ماشي في موضوع معين بشكل طويل.
فالنفس الطويل مهم. ونحن رهاننا دائما ايضا على التغيير الدائم اللي بيكون يعني بالظبط سستينبل وبيكون كده. بالظبط فنحن ما مستعجلين يعني، والاشياء دي بالذات نحن بنركز يعني معظم الاشياء هي عشان عندها علاقه بالتفكير، طريقه التفكير، بالمايند سيت، بالسلوكيات. فدي اشياء تغيير بياخذ زمن كويس. بالظبط فيعني نحن صبورين ونفسنا طويل، بنتمنى انه الاشخاص اللي حابين ينضموا لنا يتحلوا بالفضيله دي، عشان دي الطريقه الوحيده للتغيير. يعني انه هو بالظبط ما في شورت كت. يعني انت لازم تاخذ زمنك، لازم تخوض النقاشات دي مع نفسك داخليا، لازم تراجع نفسك، تواجه اخطائك، تقدر تتقبل النقد بشكل كويس، وان شاء الله بتلاقي النتيجه دي خير وبركه عليك وعلى شغلك وعلى علاقاتك. بالظبط. واسمح لي اوضح، اذكر كذا نقطه هنا مهمه جدا. اول حاجه دايما نقول الكواليتيف مش الكوانتيتيف. تمام؟ يعني كان في حد بيسالني من انتوا، احنا يا باشمهندس الفعاليات رائعه، احنا يعني عايزين. ما هي الفكره، طب احنا عايزين الناس هتيجي، هتحضر، هتستفيد، هيشتغلوا. كون ان انت عايز ان احنا نعمل وبس، طب خلاص هات فلوس يا سيدي وانا اعمل لك اللي انت عايزه. فهي مش كده الفكره كلها. تاني، ما لا يستخدم ليس له لازمه. تمام؟ وبالتالي لو انت بتنتج شيء مفيش حد بيستهلكه، يبقى انت بتنتج الشيء الخطأ، وبتستهلك مواردك وطاقتك في غير محلها. وده مش عايز اقول يصل لدرجة الحماقة والسفة. تمام؟ فيعني الفعاليات دي لو كمان مفيش استهلاك ليها هتقل، وهيبتدي. ودي جزء من الاستراتيجيه بتاعتنا، يعني ان احنا نزود الاستهلاك. ما هو الاستهلاك مش وخلاص، هدفنا مش الاستهلاك. الهدف الرئيسي، الاوبجيكتيف، ان الناس تتطور. تمام؟ احنا قاعدين بنحاول نابلاي الميثودز عشان الناس تعمل كده. فمش بالزياده، مش بزياده الفعاليات، ولكن بزياده الكفاءه وفاعليه الفعاليات. تمام؟ فهنا الفكره. فممكن الفعاليات دي تقل، كمان ممكن تزيد على حسب مدى تطور الناس ومدى استهلاكهم. طب انت بتستهلك وما بتتطورش، يبقى عندك مشكله تانية، وهكذا. وده الجزء اللي بيشغل الليدرشيب، اللي هو طبعا دلوقتي وضاح وعبد الحليم ورحاب بقى جزء من الفريق بتاع الليدرشيب، اللي هو ده اللي يهمهم كلهم. ازاي نطور الناس، ازاي نخلي الناس دايما في حاله من التطور المستمر. مفيش سقف للتطور. انا النهارده وصلت كده، الاسبوع الجاي هبقى احسن، الشهر اللي بعديه، السنه اللي جايه، ان شاء الله في تطور مستمر اكسبوننشال. تمام؟ ده هدفنا يعني. صحيح صحيح، وده هو الرساله. يعني اللي زي ما ذكرت يا باشمهندس، نحن يعني عموما ريزلت اورينتد. ف يعني دائما في بحث مختلف وفي كده. ودي ممكن من الاشياء اللي حناقشها معاك لاحقا، بالذات في يعني الموضوع بتاع السوشيال ليرنينج وكده. بالظبط. وعايز اقول لك، انا في سؤال على جالي هبقى اناقشك فيه، اوضح على، انا كنت بتكلم على فكره الريزلت اورينتد، وجالي سؤال حلو قوي يعني، بس ده طبعا غير مكانه. يعني ممكن نبقى نعمل على فكره فعاليه هاو تو بي ريزلت اورينتد، وايه اللي تشالنج في الريزلت اورينتد، وافكار كتير جدا زي ما قلت لك. بس ايوه. جالي سؤال حلو قوي، قال لي الفكره دي سامه جدا يا باشمهندس، ان انت تبقى بيه ريزلت اورينتد بالشكل اللي انت بتقوله، لان انت في حاجات انت بتعملها بس نتيجتها مش بتبان. وبالتالي السؤال حلو قوي، بس هو مشكلته انه مش قادر يفهم ان ازاي تبقى مربط الخطط التكتيكيه بالخطط الاستراتيجيه. فانت لو مظبط الاستراتيجي، ممكن يعني الموضوع بقول لك فيه فلسفه وفيه حتت عميقه قوي. فبس عايز اقوله احنا ريزلت اورينتد جدا، وازاي ايوه. تعمل الاينمنت ما بين التكتيكال بلان او اكسكيوشن، وما بين الاستراتيجي اللي هي فكره الايه، الالاينمنت اللي بيحصل. ودي من ايوه. اصعب الحاجات اللي ممكن حد يعملها، لان الناس للاسف ساعات بتقع، يا اما بتفكر استراتيجي قوي، يا اما تكتيكي قوي. فالتكتيكي قوي ده بيفاجئ مره واحده ان عنده مشكله كان المفروض يحلها من 10 سنين. والشخص الاستراتيجي بيفضل يفكر استراتيجي، بس ما بيعرفش يوصل، لانه بيفيل اصلا بسبب ان ما عندوش حلول تكتيكيه، فبيموت اصلا قبل ما يوصل. يعني مثلا ممكن تبقى عامل خطه استراتيجيه رائعه رائعه، وفي خلال 5 سنين هوصل لكذا، انت اصلا مش هتعرف 5 شهور وهتقف. ايوه. وهتبطل. بسبب ايه؟ بسبب ان انت مش قادر يبقى عندك حلول تكتيكيه على الارض توصلك لل5 سنين اصلا. فانت بعد 5 شهور مش هتبقى موجود اساسا. فالخطه جميله قوي،
فعشان كده لا ينفع تقول طب افكر استراتيجي ولا تكتيكي، الاثنين، والاثنين يبقوا صحيح. ماب على بعض بس. عارف يا باشمهندس الحكايه دي مهمه جدا، يعني يعني انا اقول لك هو اولا البيزنس في تقديري بفكر كده ريزولت اورينتد. لكن مثلا حتى البيزنس، يعني لو اخذنا نموذج بتاع انه الشركه عاوز تكسر السوق او عاوز تاخذ جزء من الماركت، كويس، اللي هو عندها يعني مصطلح انا بس ما مستحضره الان، كويس، ماركت بنتريشن، استعمل ماركت بنتريشن. فالشركه دي ممكن تكون عن قصد انها بتبيع منتج بسعر بخسرها يعني، لكن في نفس الوقت هم بيكون خدين بالهم على متركس ثانيه، انه مثلا جاهم ساين ابس معينه، جاهم سبسكرايبر. فيعني لكن في النهايه لابد من انك انت يكون في شيء معين انت عاوز تحققه، واذا ما حققته ده تكون حته تقف فيها وتراجع نفسك. بالظبط، لازم تقدر تقيس الامباكت بتاع الكوست والريسورسز اللي انت عملتها. لو مش هتقدر تقيس الامباكت ده، يبقى انت ممكن يبقى عندك اهدار للموارد بدون ما انت تحس. فمفيش اي حد في الليدرشيب هيقدر يقول انا عايز اصرف كذا. ممكن تقول لي ده براند اويرنس، عارف انت، طب كام واحد؟ يعني المواضيع ليها بقول لك ابعاد كبيره قوي. تمام. ايوه. جميل خالص يا باشمهندس. طيب هنا بنتكلم عن البلاتفورمز. فعندنا 4 بلاتفورمز. عندنا المنصه بتاعت التواصل الاساسيه اللي هي تيمز، اجر وتيمز، ام اس تيمز بشكل اساسي دي للتواصل وللاجتماعات. المنصه اللي هي لمشاهده الجلسات والمحاضرات والكورسات هي منصه خاصه بنا نحن، اللي هي الليرنينج بلاتفورم، اللي هي دي ممكن تعتبرها زي يودمي حقنا، يعني او اليودمي بتاع المنتور. في ايضا منصه النولج بيز اللي هي دي ستاك اوفر فلو الخاص بنا، فيه كل النولج بيز بتاعتنا وفيه الاسئله بتطرح. وعندنا الجيت هاب اللي هو ده الاسيت مانجمنت والسوشيال ليرنينج، اللي هو ده بنعمل فيه اليوزرز بروفايلز، بيكون فيه الكورس اوت لاينز، بيكون فيه كل الاشياء الثانيه. فده بعرض مختصر للمنتور وبرنامج المنتور. يعني فان شاء الله يكون غطى جزء كويس وادى الناس ايضا فكره عن المنتور. فننتقل الان يا باشمهندس. طيب انا هنتقل. انا الناس كتير كانت لما انا عملت البوست ناس كتير قعدت تسال اسئله كتير قوي. خلينا بقى نقول ازاي الناس هم يقدروا يلاقوا اجابات الاسئله اللي هم عايزينها. فخليني اقول اول حاجه انا عملت ايه. طيب، اول حاجه انا جيت هنا خدت الاسئله بتاعت الناس لو احنا شايفين، وعملت لها ريفورماتنج، يعني بس ظبطتها. تمام. تعالوا بقى ناخد الاسئله كده ونشوف شات جي بي تي هيقول لنا عليها ايه، اللي هي الناس اللي سالتها، وبالتالي معظم الاجابات تقدر توصل لها. تعال نشوف كده اول سؤال. ايه هو برنامج المنتور لمحمد رضوان؟ تعال ماشي. بص، برنامج المنتور لمحمد رضوان هو برنامج ارشادي ومجتمعي مصمم لدعم الافراد في تطوير مهاراتهم القياديه والشخصيه، ويركز البرنامج على تقديم ارشاد مستمر وموجه كذا كذا. القيم الاساسيه: التطور المستمر، الدعم النفسي والاجتماعي، المجتمع التعاوني، الاعتماد على قوه المجتمع في تبادل الخبرات. مميزات البرنامج: جلسات ارشاد متخصصه، تركيز على احتياجات كل مشارك بشكل فردي، ورش عمل عمليه تغطي مواضيع مثل القياده، اداره الوقت، اتخاذ القرار، مهارات التفكير النقدي. مجتمع داعم، بناء علاقات مع افراد. هل البرنامج يستحق الاشتراك؟ اذا كنت بتسعى لتطوير نفسك في بيئه منظمه وملتزمه، في الاجابه نعم. البرنامج بيوازن بين الضغط المطلوب للنمو والدعم النفسي والاجتماعي. انت ايه رايك في الاجابه وضحها؟ والله اجابه ما شاء الله، يعني ده نجيبه البيزنس ديفلوبمنت تيم يا باشمهندس. يعني واحد بيسال ايه هو برنامج المنتور بتاع محمد رضوان. طب ماشي، تعالى ناخد سؤال تاني اهو. السؤال اللي بعديه: هل البرنامج ده قوي؟ وهل في حاجه في المجتمع العربي بتنافسه؟ برنامج المنتور محمد رضوان يعتبر قوي جدا في مجاله لعده اسباب، وده بيخليه مميز، ومش سهل تلاقي برامج مشابهه بنفس القوه والتركيز داخل المجتمع العربي. جبت حاجه من عندي اوضحها. لا والله ده. ليه البرنامج قوي؟ قياده خبيره: محمد رضوان له خبره كبيره في مجالات القياده، التطوير المهني، الارشاد، وده بينعكس على جوده المحتوى والخدمات المقدمه. تنظيم واستمراريه: البرنامج مش مجرد دوره تدريبيه، لكنه نظام مستمر للارشاد والمتابعه، وده بيخليه مميز من غير
من غيره من البرامج اللي بتقدم محتوى محدود المدى. دعم نفسي واجتماعي، تركيز البرنامج على الجانب النفسي والاجتماعي بيخليه بيهتم مش بس بالمهارات لكن كمان بالصحه النفسيه والتوازن الشخصي. مجتمع قوي المشاركين. هل في البرنامج عربيه بتنافسه؟ في برامج ورشات في العالم العربي لكن عاده بتكون اقل تنظيما. ايه رايك؟ يعني ده انا لو جايبه يشهد لي مش هيقول كده. ايوه. تمام. زي برامج رياده الاعمال والتطوير الشخصي، برامج تدريبيه قصيره، جوده صحيح. فرديه. البدائل لو ما اشتركتش ايه هي بقى؟ في برامج اجنبيه، في منتورنج عالميه لكن اغلبها بيحتاج لغه قويه. شبكات ارشاد محليه زي المنتديات. التطوير الذاتي. الخلاصه برنامج محمد رضوان قوي جدا ومميز في المجتمع العربي. جبت حاجه من عندي؟ والله لا، بس انا حابب اضيف على اجابه تشات جي بي تي ده، لانه انا عندي فكره كويسه عن البرامج الاجنبيه. انا واحد من الاشياء اللي شغاله بشتغل كوتشنج مع النيو كامرز في فيديو كندا هنا. ففي برامج منتورنج ايوه، لكن احنا ما بنعمل منتورنج، يعني هو منتورنج عندنا جانب واحد. احنا ايضا بالمناسبه في البرزنتيشن اللي عملته في البرامج الداخليه دي انا ما ذكرتها، اللي هي زي منتور فور اول بروجرام، اللي هو تاني انا اتكلمت عن الورك اكسبيرينس لكن ما اتكلمت عن البيزنس ديفلوبمنت تيم مثلا. او البودكاست او الماهرون العرب، اللي هو ده الموقع حيكون يعني بيشتغل بال يا يوسف الله. فيلا حتى بيطبل البرامج احسن الاجنبيه، منكم على فكره، بيطبل احسن. حتى البرامج بتاعت الاجنبيه بتكون بس في جانب واحد، لكن هل بتغطي بنفس العمق وبنفس الشموليه دي؟ انا شخصيا ما لاقي يعني برنامج فيه الرؤيه دي، يعني الرؤيه الشامله، واللي بتهتم بالصحه النفسيه، بتهتم باهميه المنتورنج نفسها، بتهتم بالمهارات الناعمه، بتهتم بالجانب بتاع البيرسونال براندنج. لا يعني في ما بيكون في شمول بالشكل ده. بالظبط. وزي ما انت شايف شات جي بي تي بيطبل حلو قوي، وهو حتى يعني الاي اي حتى هيريبليس المطبلاتيه. ايوه. تمام. ليه شات جي بي تي بيطبل اهو يا عم. طيب تعالى سؤال تاني. ايه اللي ممكن اخسره لو ما دخلتش؟ لو ما اشتركتش في برنامج المنتور لمحمد رضوان، في شويه حاجات ممكن تعتبرها خساره، خاصه لو كنت بتدور على تطوير شخصي. فقدان فرصه للتوجيه المخصص بدون توجيه، زي ممكن تضيع وقت كبير في تجارب واخطاء قبل ما تلاقي الطريقه الصح لتطوير نفسك. الغياب عن مجتمع داعم، هتخسر فرصه الانضمام لشبكه قويه من الناس. التاخر في التطور، البرنامج مصمم عشان يساعدك تتقدم بخطوات مدروسه وسريعه. لو اعتمدت على تطوير نفسك لوحدك ممكن تاخد وقت اطول بسبب نقص الارشاد والخبره. تحديات نفسيه اكبر. البرنامج بيدعم الصحه النفسيه والتوازن بين الضغط المطلوب للنمو والحفاظ على راحتك النفسيه. فرص اقل للنمو الاحترافي. زياده التكلفه لاحقا. تاثير غير مباشر على طموحك. اظن يعني. طيب. صحيح. وباشمهندس الزمن، يعني العامل بتاع الزمن هو شايف انه اكبر خساره ممكن تجي للشخص. غير كده يا اخوان، هو موضوع الشغل ده حاجه اساسيه في حياه اي بني ادم هو شغال، لانك انت بس الزمن اللي بتصرفه في الشغل ده يقارب يعني ثلث زمنك اللي انت واعي فيه وانت صاحي فيه، او احيانا اكثر. كويس. فمساله من الاهميه يعني بمكان، فانت كونك تستثمر في وقتك، تمام، يعني 5% من وقتك او 5% من دخلك، ده حيجي عليك بعائد كبير جدا. وده هو يعني اللي هنا يجيبنا للحكمه، انك انت تعرف اولوياتك. ده احنا بنتكلم عن حكايه بتشتغل معك في كل ما يخص الكارير بتاعك. يعني اذا انت فكرت في الموضوع ان انت اذا الكارير بتاعك وصلت للحته اللي انت عاوز توصل لها، او الحته اللي انت قدرت تلاقي يعني زي آه يعني حتى تدعمك في حل المشاكل اللي بتواجهك في. يعني بس انا عاوز اقول انه موضوع الشغل ده هو كجانب من حياه الشخص، هو ممكن يكون مصدر بتاع استقرار له، وقد يكون مصدر او شخص بيعتمد عليه في استقراره المادي، في استقراره النفسي. وهو شيء من الاهميه بمكان انك انت توفر له جزء من زمنك ومن مالك ومن وقتك عشان تشوف الموضوع ده وتطور فيه نفسك يعني. بالظبط. ولو مسكت بقى كل الاسئله اللي الناس سالتها وبعد ما عملتها هتلاقي اجابتها كلها موجوده. طب هو فعلا موجوده والله. تمام. طيب تعالى ناخد حاجه تانية. ناخد اوكي. ناخد اسلوب تاني غير اللي هو برضو ازاي ارد على اجابات الناس. تعالى بقى نجرب شات جي بي تي بالكلام. تمام.
قول لي بقى لو انت سامعني كده. ايوه سامعك كويس. لو محتاج اي حاجة تانية قولي. ايه هو برنامج المنتور لمحمد رضوان؟ برنامج المنتور اللي بيقدمه محمد رضوان بتركز على تطوير القيادات داخل المجتمع من خلال الإرشاد والتوجيه. بيهتم بتقديم دعم نفسي واجتماعي للمشتركين علشان يقدروا ينموا مهاراتهم ويواجهوا التحديات بدون ما يوصلوا لمرحلة الإرهاق. إذا محتاج تفاصيل أكتر عن البرنامج أو أي أسئلة تانية أنا معاك. هيقدر يساعدني ازاي البرنامج ده؟ البرنامج ممكن يساعدك في عدة جوانب. أول، تنمية المهارات القيادية من خلال توجيه مخصص لتحسين مهاراتك في القيادة والتواصل. 2، الدعم النفسي والاجتماعي. بيقدم دعم نفسي واجتماعي عشان تقدر تتعامل مع ضغوط العمل بدون ما تحس بإرهاق. 3، شبكة علاقات. هتتعرف على ناس عندهم نفس الاهتمامات وده ممكن يفتح لك فرص جديدة. لو عاوز تعرف أكتر أو عندك أسئلة تانية أنا هنا للمساعدة. ايه دور البرنامج ده في مساعدتي ان انا اقدر احقق اهدافي؟ البرنامج بيشتغل على تحقيق أهدافك من خلال 2، تحديد الأهداف. بيساعدك في وضع أهداف واضحة ومحددة بناء على قدراتك واهتماماتك. 3، تطوير المهارات. بينمي المهارات اللي هتساعدك توصل لهدفك من خلال جلسات تدريبية وإرشادية. 4، الدعم المستمر. بيوفر دعم نفسي واجتماعي علشان تفضل ملتزم بخطتك وتقدر تتغلب على أي عقبات. 5، شبكة الدعم. بيوصلك بمجتمع من الأفراد اللي بيشتركوا معاك في نفس الأهداف وده بيساعدك على تبادل الخبرات والدعم. لو عندك أي استفسارات تانية أنا هنا لمساعدتك. هل ده هيساعدني ان انا اتطور في مجالي المهني؟ طبعا البرنامج مصمم عشان يساعدك تتطور في مجالك المهني من خلال أول، تطوير المهارات المهنية. بيقدم لك تدريبات وإرشادات بتركز على المهارات الأساسية اللي محتاجها في شغلك. 2، التوجيه المهني. بيوفر لك إرشادات وتوجيهات بتساعدك في اتخاذ القرارات الصح في مسيرتك المهنية. 3، شبكة العلاقات المهنية. بتتعرف على ناس في نفس مجالك وده بيساعدك في بناء علاقات مهنية قوية. البرنامج بيقدم لك الأدوات والدعم اللي تحتاجه عشان تحقق أهدافك المهنية بنجاح. طيب، هل الانضمام للبرنامج بيضمن النجاح؟ الانضمام للبرنامج بيقدم لك دعم كبير وأدوات بتساعدك في تحقيق النجاح، لكن النجاح بيعتمد بشكل أساسي على مجهودك الشخصي والتزامك بتطبيق اللي بتتعلمه. البرنامج بيكون وسيلة قوية لدعمك وتوجيهك، لكن النجاح في النهاية بيكون نتيجة لعملك واجتهادك الشخصي. يعني البرنامج بيوفر لك الطريق لكن المشي في الطريق ده بيرجع ليك. والله ما شاء الله على شات جي بي تي يا باشمهندس. يعني طيب، وده كله بالمناسبة ده يعني ما برايفت جي بي تي ولا أي حاجة ده بالظبط لا بالعكس أنا هنا عشان أساعدك وأدعمك. بالظبط. لو عندك أي أسئلة تانية أو محتاج أي توضيح قولي وأنا جاهز. ايه القيم اللي بيعتمد عليها البرنامج ده؟ البرنامج بيعتمد على مجموعة من القيم الأساسية. أول، التنمية المستدامة. بيسعى لتطوير مهاراتك بشكل مستمر عشان تقدر تحقق أهدافك. 2، الدعم النفسي والاجتماعي. بيوفر بيئة داعمة عشان تقدر تتعامل مع ضغوط العمل وتحافظ على توازنك. 3، الشفافية والصراحة. بيعتمد على الصراحة والشفافية في التواصل لضمان تحقيق أفضل نتائج. 4، التعلم المستمر. بيشجع على الاستمرار في التعلم واكتساب المعرفة الجديدة. 5، المسؤولية الشخصية. بيشجع على تحمل المسؤولية الشخصية في تحقيق النجاح. لو عندك أي استفسارات أخرى أنا موجود لدعمك. هل البرنامج هيقدر يساعدني ان انا اكون منتور في المستقبل لحد؟ أكيد البرنامج مش بس بيساعدك في تطوير مهاراتك لكنه كمان بيأهلك إنك تكون منتور في المستقبل. من خلال اكتسابك للمهارات القيادية والإرشادية هتقدر تنقل خبرتك وتوجه غيرك. البرنامج بيساعدك في بناء الثقة بنفسك وبيوفر لك الأدوات اللي تحتاجها عشان تكون منتور ناجح في المستقبل. إذا عندك أي أسئلة إضافية قولي. ايه الخطوات اللي ممكن ابدا بيها في البرنامج ده؟ لبدء في برنامج محمد رضوان للمنتورينج، أول، التواصل مع البرنامج. ابدأ بالتواصل مع المسؤولين عن البرنامج عشان تعرف تفاصيل الانضمام. 2، تحديد الأهداف. فكر في أهدافك المهنية والشخصية اللي عايز تحققها من خلال البرنامج. 3، حضور جلسات التوجيه. ابدأ بحضور الجلسات التعريفية وورش العمل اللي بيوفرها البرنامج. 4، تطبيق النصايح. طبق النصايح والإرشادات اللي هتتلقاها في حياتك المهنية. 5، الالتزام بالبرنامج ومتابعة التقدم هيكون له تأثير كبير على نجاحك. لو عندك أي استفسارات إضافية أنا هنا للمساعدة. هل البرنامج ده مناسب لو انا مش قادر ادفع مبلغ الاشتراك؟ البرنامج غالبا
غالبا بيقدم خيارات متعددة تناسب مختلف الميزانيات. ممكن تتواصل مع إدارة البرنامج وتسأل عن أي خيارات أو تسهيلات مالية متاحة. في بعض البرامج بتوفر منح أو خطط دفع مرنة. ممكن برضو تبحث عن برامج مشابهة بتقدم خيارات مجانية أو بأسعار أقل. المهم إنك تستمر في السعي لتطوير نفسك بغض النظر عن الظروف. لو محتاج مساعدة في البحث عن خيارات أخرى أنا موجود. هل عندك أي أسئلة أوضحها؟ والله شات جي بي تي يعني هو ما خلص سؤال. أي لكن سؤال أنت انا سؤال لولبي كده. ايوه، انا يعني حابب اتكلم عن الموضوع بتاع السوشيال ليرنينج او التعلم الاجتماعي. فاذا ممكن تسال شات جي بي تي عن التعلم الاجتماعي، وهو يعني كيف بيشتغل او كيف بيفرق من التعلم التقليدي. طيب ممكن تديني فكرة عن التعلم الاجتماعي أو السوشيال ليرنينج، وهل برنامج المنتور لمحمد رضوان هيأثر في الموضوع ده؟ التعلم الاجتماعي أو السوشيال ليرنينج هو عملية اكتساب المعرفة والمهارات من خلال التفاعل مع الآخرين. بيعتمد على فكرة إننا بنتعلم من خبرات الناس اللي حوالينا، سواء من خلال الحوار أو مشاهدة تجاربهم. برنامج محمد رضوان للمنتورنج ممكن يكون له تأثير كبير في هذا الجانب، لأنه بيوفر لك فرصة للتعلم من الآخرين من خلال التفاعل معاهم في جلسات التدريب والإرشاد. بالتالي البرنامج مش بس هيساعدك على تطوير مهاراتك بشكل فردي، لكنه كمان هيعزز من قدرتك على التعلم من خلال المجتمع والتفاعل مع الآخرين. لو عندك أسئلة أكتر عن الموضوع أنا هنا. هي إجابة كويسة. هي طبعا يعني الموديل ما عارف أي حاجة عن الحياة اللي احنا داخلين بنعملها، وحصر الموضوع في جلسات التدريب والإرشاد. لكن عارف إذا يعني غذيناه وإذا أديناه الحياة اللي احنا بنعملها، مثلا من كل اليوزرز بروفايل اللي عندنا في الجيت هاب، من الام اس تيمز والشانلز، من الراندوم شانلز، من وخلي بالك حاجة مهمة يوضحها، يعني مثلا لما نيجي نتكلم أنت عارف البلوج بتاعنا مثلا، البلوج بتاعنا اللي هو ديف اوبس فيجن بلوج، انت كاتب عليه ارتكل، رحاب ايوه كاتبه عليه، رحاب عامله كونتريبيوشن على جيت هاب، كل الحاجات دي هيتغذى بيها الموديل بعد كده. يعني لما اجي اقول له مين اكتر واحد عامل كونتريبيوشن في الجيت هاب، هيقول لي رحاب هي اكتر واحد عامله كونتريبيوشن. مين؟ فتاني الهاي كواليتي داتا، عشان كده بتكلم على الكواليتي والفاليو، هي هتقدر بعد كده اقدر اقول مين اعلى حد صلح باجز، مين يعني ليه؟ لان الداتا كلها موجوده. صحيح صحيح. لكن اجابته برضه كويسه يعني في فطبعا حد طبعا المعلومات المتاحه له يعني. لكن بس بقدر اقول انه احنا السوشيال ليرنينج هو يعني ركيزه اساسيه من الركائز اللي احنا بنعتمد عليها. نحن عندنا في الجانب بتاع الدورات المهنيه والكورسات، وده جانب شغالين به. ولكن هو نحن ايضا بنحرص انه قدر الامكان ما يكون وان واي، بحيث انه يكون في محاضر وفي شخص متلقي. بنحرص قدر الامكان يكون فيه الجانب التفاعلي، خصوصا في بتاعه المهارات الناعمه يعني. لكن الجانب بتاع التعلم الاجتماعي ده حابب عندك اي سؤال تاني تحب تساله برضو، تشوف يعني اللي هو ان عشان كده بقول اي حد عنده سؤال يا جماعه اسال والله شات جي بي تي والله اسال. لان عارف كل السيشن كمان اقول لك على حاجه، احنا كمان كل السيشن بتاعتنا لما تتحول لتكست وتغذي الموديل كديتا، كل ده هيطلع وهيبان مين اللي قال ايه. عشان كده تاني فاكر لما كنت بقول الكلمه اللي بتتقال منك يا بتحسب عليك يا بتحسب. يعني انا بعد كده مثلا الاسئله اللي انت قلت، كل الاسئله دي لما اخش اعلم الموديل واقول له مين اللي سال اسئله حلوه، هيقول لي وضح احسن واحد بيسال. خلاص مين اوحش واحد بيسال، مين اللي محتاج يتعلم الاسئله. يا جماعه احنا داخلين على فتره تاني الهاي كواليتي بس هي اللي هتميك التوب. ف والموديل يعني تاني عشان كده بتغذي الموديل. طبعا احنا لو غذيناه بالداتا اللي عندنا هيجي له تخلف اصلا، فاهم؟ هو متغذي بالداتا الصح، فانت لما تيجي تقول له كذا هيبقى عارف. فاهم قصدي؟ هو لان انت هنا هو اتعلم خلاص، انت بتستدعي التعلم. فانت متخيل الخطوره اللي انا بتكلم فيها؟ ايوه. ودي يمكن هو بيجيبنا للنقاش الدائما بتاع انه الاي اي يعني هياخد يعطي وظائف او هيلغي يعطي وظائف. كويس. نجا بتسال بتقول لك طب هو عارف الكوميكس. طب خلينا نساله على الكوميكس. صحيح في برنامج المنتور بتاع محمد رضوان هو في كوميكس او في حاجه يعني فيها كوميديا او حاجه زي كده؟ البرنامج بيركز بشكل أساسي على التطوير المهني والقيادي، لكن بيكون الجانب التوجيهي والدعم النفسي. مش معروف إنه بيحتوي على عناصر كوميدية
أو كوميكس. الهدف الرئيسي هو توفير بيئة داعمة للتعلم والتطور. فايته كتير. إن مفيش جو من الود والمرح خلال الجلسات. ممكن يكون في تفاعل اجتماعي ودود، لكن التركيز الأساسي بيكون على الجانب التعليمي والإرشادي. لو مهتم بجوانب معينة في البرنامج ممكن تسأل عنها بشكل مباشر. وده يجيبنا لان الداتا دي بتاعه الكوميكس والحاجات دي مش بره البرنامج، وبالتالي الموديل مش عارفها، مش عارف عنها حاجه. لكن خلي بالك المعلومات دي كلها ليه موجوده؟ لانه اوريدي موجوده في فيديوهات وموجوده فالموديل متدرب على الداتا البابليك داتا دي كلها. ايوه. للمشاهدين اللي ما عارفين، نحن في داخل الام اس تيمز عندنا عندنا اللي هي منصه التواصل الاساسيه، عندنا تشانل بتاع بهججه اللي هي دي باشراف وباداره ناجح. فبتكون هذه القناه الكوميديه يعني. فلا هو اجابته ما صحيحه طبعا الشات جي بي تي هنا. طيب انت او اي حد عنده سؤال عشان اساله شات جي بي تي، او سؤال ليا او اي حاجه؟ والله يا باشمهندس لا يعني بس ما شاء الله على الشات جي بي تي، هو دائما في برضه continuous improvement او كده. ف ده شوف يعني لو الشباب عندهم بس ايوه في واحد من الحضور كان بيسأل انه كيف يشترك. الاشتراك هو التواصل مع وضاح. ايوه. وعلى فكره دي برضو حاجه هاناونس فيها، ان وضاح هيبقى البوينت اوف كونتاكت للتواصل في الاشتراك، مش استاذه ناديه. هي كانت استاذه ناديه هي المدير المالي، ولكن لا، هيبقى وضاح هو البوينت اوف كونتاكت للاشتراك يعني. جميل. ايوه. فده السؤال بتاع محمد احمد. تاني في سؤال كان في تعليقات والله جميله يا اخي من ايمن ومن ناجة. ايمن قال تعليق جميل، قال مايند سيت تشينجينج انكيوبيتر. مايند سيت تشينجينج انكيوبيتر. ف يعني او اشبه حاضنه تغيير العقليه. ف يعني وصف جميل والله يا ايمن. بالظبط وصف جميل. ده انا بحب يعني نعتبر روحنا نحن كده كويس. انا ما كنت افكر في الموضوع من الزاويه دي، لكن تاني حتبنى الموضوع ده يعني. بالظبط. وهي دايما اقول اي تغيير في الدنيا. دكتور عصام الخواجه ليه بوست حلو قوي على ازاي ان المخ، طبعا بيتكلم بقى ساينس بحت، ازاي ان المخ بيبقى عامل زي الفلاشه الفاضيه وانت وصغير بيتكتب عليه وبتتخزن. عشان تيجي بقى تغير المايند سيت دي محتاج طاقه كبيره قوي قوي، وبالذات كل ما يعني عارف، فانت محتاج طاقه. الطاقه دي انت لوحدك مش هتقدر عليها، لكن لما بتبقى في مجموعه خلاص بيقدر يديك الطاقه. ليه؟ لان انت ما بتحسش ان انت، زي ما قلت لك، هي الفكره كلها ايه؟ ما تبقاش لوحدك. لكن لما بتبقى لوحدك اولا بيبقى في ديناينج، بيبقى في فكره عارف، في حيل نفسيه كده الانسان بياخدها. يعني مثلا بعض الاحيان بيرفض الصح عشان يستريح، يعني يرفض ان يشوف ان ده صح لان الصح متعب. تمام، لان المخ دايما بيميل للراحه، للحاجه اللي فيها الراحه. تمام، ودي فكره الكومفورت زون وهكذا. فطبعا الكلمه دي فعلا بتاعت ايمن كلمه جميله جدا. ايوه. اي حد يا جماعه عنده اسئله، او انت وضح حابين تسالوا شات جي بي تي او اي حد؟ والله انا شات جي بي تي طبعا يا باشمهندس برضه اليوم كله هو معايا يعني. ف لكن اعتقد ما عندي سؤال. خليني هسال سؤال جه في دماغي طيب لو انا بره مجال الاي تي، او لو انا مش موظف او وعندي شركه، هل برنامج المنتور ده يفيدني؟ البرنامج مش بالضروره يكون محصور على مجال الاي تي او للموظفين بس. لو عندك شركه او في مجال مختلف تقدر تستفيد من البرنامج في تطوير مهاراتك القياديه والاداريه. البرنامج بيركز على التنميه الشخصيه والمهنيه، وده ممكن يكون مفيد لاي شخص بيدور على تطوير نفسه، سواء كان في مجال الاعمال او اي مجال تاني. المهم يكون عندك الرغبه في التعلم والتطور. لو محتاج نصيحه اكتر عن البرنامج انا هنا. ومن اجمل الاسئله اللي سالتها اللي هو هل هو بيضمن النجاح ولا لا؟ لان السؤال ده الناس كتير بتقوله، طب انا اضمن اشتغل؟ وعشان كده دايما بقول اول حاجه احنا بنعلمها في البرنامج عندنا ازاي تعرف تسال سؤال، ازاي تعرف تفكر صح عشان تعرف تسال صح. لو انت بتسال سؤال غلط يبقى انت عندك مايند سيت غلط، يبقى انت محتاج تغير المايند سيت عشان تبتدي تعرف تسال صح. يعني
عارف هي الفكره كلها ايه؟ انا بسال اسئله غلط. ما انت بتسال اسئله غلط عشان انت طريقه تفكيرك غلط. فانت لما تظبط طريقه تفكيرك هتقدر تسال اسئله صح. تمام. يبقى الاول تشتغل على نفسك في طريقه السؤال الصح وفي تغيير المايند سيت الاول. فاهم قصدي؟ وهكذا. ف طب لو انت اعترفت اصلا، لو انت مش عايز تعترف اصلا ان انت عندك مشكله في المايند سيت وفي طريقه التفكير، طب ما انت هتخش في دايلاما اصلا، عارف عمرك ما هتعرف تطلع منه. ايوه فانا قصدي الناس اللي بتسال ان انا اخد الكورس، طب انا هشتغل، طب انا هيضمن ان انا اشتغل، كل الاسئله دي. تمام. وهكذا. صحيح. والموضوع السؤال ده ايضا يعني نحن عندنا محاضره قدمها باشمهندس القصاص محمد القصاص، وهو مايكروسوفت MVP، وهي المحاضره دي كلها عن الموضوع ده، انك كيف تسال سؤال كويس. وموضوع مهم جدا، يعني مهم الاسئله، وانه السؤال يكون سؤال كويس ويكون سؤال في محله. دي من الاشياء بنركز عليها جدا، لانها مربوطه بطريقه التفكير، مربوطه باحترام بالظبط. الزمن، احترام زمن بالظبط. الاخرين، وانك كيف بتدير زمنك وكده يعني. بالظبط. عناصر اللي بتكون السؤال الجيد ليها عناصر كتير قوي. الريليفنت بتاع الموضوع اللي بنتكلم فيه، الصيغه نفسها، البنكتويشنز بتاعت السؤال، الكويشن مارك، الدوت، عارف. ايه تاني؟ السؤال نفسه ما يحملش اكتر من حاجه عايز تجاوب عليه، يعني فاهم؟ حاجات كتيره قوي. ده غير بقى المايند سيت. ايوه. تمام. وبالتالي لو انت، عشان كده بقول ايه اول مهاره انت تتعلمها؟ اتعلم تسال سؤال كويس. دي صحيح. اول مهاره. لو مش هتعرف، انسى. دي اول خطوه في المهارات التواصل، ان انت يبقى عندك القدره على صياغه سؤال صحيح. طيب انا عندي مشاكل في التفكير، في المايند سيت، مش عارف ايه كل الكلام ده. يبقى الاول تظبط مايند سيت بتاعتك، ولحد ما تظبط اسال المنتور بتاعك هيتحملك. مم. تمام. ويتحملك دي معناها يتحملك في حدود الايه، البوليسز والريجوليشنز بتاع اللي بتنظم. ده مش معناه مثلا ان انا هتحملك مثلا في المنتور ان انا اسال في اي وقت، لا. هتسال في اي وقت هنقول لك الريجوليشنز اهي، تك تك مم. تك، في بوليسي. وعشان كده قلت هي تجربه كامله عن فكره صحيح. الفانج. مش صحيح. مش العمليه مش سايبه. ولو انت ما، طب خليني اجاوب على السؤال ده، واللي هو هل بيكون اوكي. في مقابله بتتحدد من خلالها كان الشخص هيقبل او لا؟ تقدر تقول بالظبط انت بيتعمل لك انترفيو. تمام. انت هيتعمل لك انترفيو وهيتم بناء على اساسه ان انت هتتقبل. يعني انت، ودي المقابله اللي بيعملها فريق البيزنس ديفلوبمنت، هو بيقابلك وبيتعرف عليك وبيعرف انت عايز ايه وبيشوف ازاي ممكن يساعدك. وفي نفس الوقت احنا كمان بنعرف هل انت ممكن تفت معانا جوه الكالتشر بتاعنا ولا لا. فانت بتشوفنا واحنا بنشوفك. وبالنسبه لنا بناء على الرؤيه العامه هنقدر نعرف كنت انت بتفت ولا لا. وطبعا لو بتفت بنقول لك، ولو في حاجه برضه هنقول لك بالظبط اكنك بتعمل انترفيو في شركه. انت عايزنا واحنا عايزينك. تمام. ولكن لازم نكون احنا الاثنين بنفت مع بعض عشان انت تنجح واحنا ننجح. مم. ايوه. تمام. فهي في الاخر وبالتالي لازم تبقى عارف زي ما احنا بنختارك وانت بتختارنا، نفس الحكايه لو انت دخلت. يعني احنا عندنا بالظبط زي فكره الشركه، انت ممكن بعد البروبيشن نقول الشخص ده هنمشيه. مم. تمام. او انت بدات تفايليت البوليسيز بتاعه الاورجنايزيشن بتاعتنا بتاعه الكوميونتي، برضه نفس الحكايه. وعندنا بقى البوليسيز مكتوبه وهكذا. فالفكره كلها تاني هي البيئه نفسها. مش عايز اقول كلمه محاكاه لان هي مش محاكاه، هي بيئه ليها اهداف. هو ايه فكره المنظمه يا جماعه؟ فكره الشركه الفانج هي عندها اهداف عايزه تحققها. تمام. هل انا بسيميوليت الاهداف؟ لا، لا. انا بالفعل عندي اهداف. ايه الاهداف؟ واحد، ان انا عامل اوبن سورس بروجكت من الناحيه التكنيكال، يعمل اوتوميشن لكل الحاجه واوبن سورس. فدي تكنيكال اوبجيكتيف. بيرسونال اوبجيكتيف ان احنا نقدر نطور كل الناس ونبقى بنساهم في البابليك كوميونيتيز والناس. فانا دي السوفت سكيلز اوبجيكتيف. فانا عندي اوبجيكتيفز كبيره على الناحيتين، وبالتالي انا عايز احقق الكلام ده. فانا قصدي ان انا مش حاطط اوبجيكتيف وهميه او بحاول اسيميوليت ان في اوبجيكتيف. there is already tangible objectives للي احنا عايزين نحققه. وبالتالي هي مش محاكاه، هي اورجانيزيشن بالفعل هدفها ان هي تطور الناس بنفس الفكر بتاع الشركات الفانج والشركات المالتي انترناشونال. ايوه.
طيب حد عنده اي اسئله تاني؟ طيب اعتقد كده احنا كده غطينا يا وضاح، شرحنا المنتور والبرزنتيشن، ايوه واستخدمنا شات جي بي تي كتكست انه يجاوب، واستخدمناها كمان بالساوند. واعتقد كده ان الناس عرفت المنتور هو ايه. وعلى فكره كل ده ما زال دايما زي ما بقول الموضوع اكبر من كده. انت مش هتقدر تاخد فكره عن اورجانيزيشن بحالها في جلسه او في كلمه. الموضوع فيه تفاصيل كتير جدا. ايوه. تمام. هي هو تجربه هو الواحد، تجربه متكامله. اه اتفضل. ايوه يعني الواحد لما يدخل فعلا ويشوف الموضوع من الداخل كيف، فرق كبير يعني. ولا لكن ان شاء الله يعني الناس يكونوا فهموا نحن الطريقه اللي شغالين بها كيف. وايضا يعني يا باشمهندس حابب اشير لموضوع الاجيلتي او الاجايل. يعني انا قبل اتكلمنا عن موضوع نحن ريزولت اورينتد، تمام، وايضا موضوع الاجايل في الاشياء اللي نحن شغالين فيها كويس، بمعنى في الموضوع بتاع التجريب اللي انا قلت عليه. يعني الفعاليات دي نفسها ان احنا الان في اشياء ثابته تقريبا زي عدد الفعاليات وكذا، لكن في فعاليات بتكون جديده، في فعاليات بنقلل منها، في فعاليات بنزيد من الفريكونسي بتاعتها، في برامج مختلفه. يعني في حيويه دائما حتى على مستوى المنصات. ممكن تلاقي برامج مشابهه. يعني المنصات الناس المتابعين احنا مثلا نقدنا كثير يعني كويس، من منصات كانت كلها تقريبا في البدايه بدينا في ستاك اوفر فلو، بدينا في وبعد شويه عملنا يعني في تطور في في المنصات. طيب انا بس انترستد قوي اشوف شات جي بي تي هيقول ايه. نشوف. ايوه حيقول طيب لو انا شخص بائس، هل برنامج المنتور لمحمد رضوان ممكن يفيدني او يساعدني؟ لا ثواني استنى، الساوند انا كنت موطيه. اخر سؤال جاوبيه. خليني اقول لك انك ممكن تلاقي برامج تدريبيه ومرشدين متخصصين في مجالات مختلفه تناسب احتياجاتك. ممكن تبحث عن برامج لا لا زي لا لا برامج لا، انا دلوقتي بتكلم لو انا شخص بائس، هل برنامج المنتور لمحمد رضوان ممكن يفيدني او يساعدني؟ البرنامج ممكن يكون مفيد جدا لانه بيقدم دعم وتوجيه في تطوير مهاراتك وتحقيق اهدافك. لو محتاج دعم نفسي او ارشاد، البرنامج ممكن يساعدك في ايجاد طرق جديده للتعامل مع التحديات. لا 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 لا, لا. انا بتكلم لو انا شخص بائس. انا اسف جدا لو حسيت انك في وضع صعب. مهم تعرف انك مش لوحدك، والبرنامج او اي نوع من الدعم ممكن يساعدك تتجاوز اي تحديات. لو محتاج تتكلم او عندك اي استفسارات، انا هنا عشان اسمعك وادعمك. لو بتحس انك محتاج مساعدة اضافية، ما تترددش تطلبها. دايما في امل والدعم متوفر. بس هو رد عليكي، يعني هو بدأ يفهم، بما ان انا بقول ان انا بائس فانا فاهم ان انا عندي مشكلة، فبدأ يقول لك بس ان انا محتاج ان انا اشارك المشكلة دي مع ناس داعمين يعني حواليا بس. هل ممكن يكون في زي منح للمتقدمين المميزين؟ خليني اقول السؤال ده. ايوه ان شاء الله حيكون في بالظبط. في منحه قريب حنعلن عنها، ومنحه حتكون للطلاب المتميزين ولحديثين التخرج up to 2 بالظبط. years بعد التخرج. بالظبط. وعايز اقول وضاح كفريق القياده بتاعت البرنامج، وهو المسؤول عن خلينا نقول سكولارشيب بروجرام جوه البرنامج. الفكره كلها هتبقى زي الجامعات الكبيره، وزي فكره ان احنا هيتعمل لك انترفيو وهيتعمل لك ريكومنديشن لازم تجيبها، ونتعرف عليك عشان نقدر نشوف مين الاولى ان احنا ندخله عندنا كحاضنه للشخص ده ان هو يبقى. ففي ان شاء الله كمان في حد هنا كان برضو سؤال، هل بيكون في زي مقابله بيتحدد من خلالها ان كان الشخص هيقبل او لا؟ حابب تجاوب يا وضاح؟ ايوه يعني هو حيكون في مقابله. ايوه المقابله يعني الهدف منها هو زي ما قال باشمهندس، يعني انت تشوف هل انت جود فيت، وايضا نحن نشوف هل انت جود فيت ولا لا بشكل اساسي. وايضا اذا عندك اي استفسارات حاب تعرفها عن البرنامج، فده الهدف الاساسي من موضوع المقابله. وعايز اقول فايوه حاجه، اوضح نقطه برضو مهمه.
الفكره بتاعت دايما اقول احنا كاورجنايزيشن جزء من نجاحنا قدرتنا على ان احنا نجوين، ان ناس تجوين اس ونقدر نكبر، وفي نفس الوقت جزء من نجاحنا ان ناس قليله بتسيبنا. خلاص، فمعنى ان في ناس بتدخل كتير معناه ان احنا نجحنا في دي، ناس بتليف كتير يبقى احنا معناه ايه؟ ان احنا we are not choosing the right people. تمام؟ زي اي اورجانيزيشن لو في التيرن اوفر بتاع الناس اعلى من، لو الناس مش بتدخل، مش they are not fitting جوه اللي بنسميها اللي هو الرايت فيت، او اللي هو اللي بيسموها كالتشر فيت جوه الاورجانيزيشن، واكتشف ان هو، سواء هو اكتشف او احنا اكتشفنا، معنى كده ان احنا عندنا البروسيس بتاعه الايه، مش عايز اقول الهايرنج لان احنا وي ار نوت هايرنج، بس خلينا نقول البروسيس بتاع ايه بقى، الجويننج. الجويننج بالظبط، أيوة. محتاجه تتعدل، وبالتالي دي من الحاجات اللي هنشتغل عليها مع فريق القياده. فهي مؤسسه اورجانيزيشن كامله هدفها ان هي تتطور وتبقى افضل، ويبقى عندها افضل ناس يساعدوا بعض ويساعدوا المجتمع سواء داخلي او خارجي. في حد داخل بص جاي في الاخر كده، هل البرنامج ده مجاني للجميع؟ لا، البرنامج مش مجاني، والفكره هو بيقدم مشاركات مجانيه، ولكن مش مجاني لانه لو مجاني لن يتم ادارته، هيبقى سايب، هيبقى مفيش اي حاجه بتنظمه، ولا مفيش اي حاجه في الدنيا مجانيه. عشان بس نبقى فاهمين يعني ايه، يعني حتى المؤسسات الخيريه بيبقى في جهات بتتبرع للمؤسسه الخيريه. يعني اديك مثال، دلوقتي في مؤسسه خيريه مجانيه، هو مش في موظفين، الموظفين دول بياخدوا ايه؟ بياخدوا مرتبات. ايوه، بياخدوا قلوب عشان يدفعوا بيها الفواتير بتاعتهم، ولا بياخدوا مرتبات؟ ايوه، اكيد مرتبات. آه ايوه، ده جزء من يعني حتى يا بالظبط باشمهندس هنا من المعايير بيقيسوا بها المنظمات واداء نسبه المصاريف او القروش اللي بتنصرف على الاداره، المصاريف الاداريه administrative versus القروش اللي بتنصرف على الانشطه نفسها يعني. فهي بالظبط نسبه بتقل وبتزيد لكن موجوده يعني. بالظبط. وعشان كده لما حد يجي يقول لي مجاني، هي مفيش حاجه مجانيه. هي هل احنا بس طبعا ما انا بسال ان في، ما انت عشان تلاقي مجاني يبقى انت لازم يبقى في جهه بتمول. تمام، الجهه دي يا اما جهه حكوميه زي اي حاجه. عشان كده بقول تاني، طريقه الفهم يا جماعه، المايند سيت هي اللي هتخلي انت بتفهم ده كمان جوه برنامج المنتور، بتفهم ازاي تدير بيزنس باي ذا واي. لان انت تعرف يعني كده، يعني مثلا انا النهارده عشان ابقى مؤسسه خيريه اعمل حاجه، لازم يبقى في حد بيمول الكلام ده من خلال ايه؟ ممكن تبقى تبرعات، ممكن تبقى الحكومه، ممكن تبقى مؤسسات. على فكره حتى الار ان دي لما يجي يتعمل ار ان دي بيبقى فاندز من الشركات الكبيره للجامعات انه يتم. وحتى الار ان دي برضه اوضح لو رجعنا لفكره الريزلت اورينتد، اللي هو ايه، انا هديك الفند ده كار ان دي بس عايز ريزلت. لو انت ما طلعتش ريزلت في خلال كذا الابحاث بتتقفل والدنيا بتتشمع وبترمي ولا عارف. ففي الاخر لازم نبقى فاهمين العالم بيتم اداره المؤسسات بتتم ازاي. فانت لازم تبقى فاهم، وبالتالي لازم يبقى فيه تمويل خلاص عشان تقدر تدفع المرتبات، تقدر تدفع الخدمات، تقدر تقدر تطور، تقدر تحسن. فاللي بيقول بقى ده كذا يبقى هو مش فاهم، ومحتاج ان هو يعرف انه مش فاهم ومحتاج يتعلم. ايوه، فهو البرنامج ما مجاني يا محمود. ونحن يعني كجزء من المسؤوليه الاجتماعيه الان شغالين في موضوع المنحه. حتكون هي بتخفيض كبير، لكن ستيل الاشخاص اللي حيتحصلوا عليها حيدفعوا مبلغ يعني حيكون رمزي. ودي حتكون لاشخاص معينين بيتم اختيارهم بناء على معايير معينه، والاشياء دي كلها حنعلن عنها ان شاء الله في القريب لما نعلن عن المنحه. طيب انا كده شايف الدنيا، انت عندك يا وضح اي حاجه حابب تقولها او؟ والله انا خلاص، انا دي برضه استغلها فرصه طيبه يا باشمهندس. نعلن عن حلقه القادمه من بودكاست الماهرون العرب. حتكون مع باشمهندس رضوان، وحتكون ايضا مع باشمهندس نرمين، وحتكون هي زي مناقشه لاول شابترين من كتاب روبرت جرين اللي هو ماستري، كتاب الاتقان. الكتاب ده بيتكلم عن الفكره بتاعت المرحله اللي بيصلوا الاشخاص المتميزين جدا في مجالاتهم، سواء مهنيه، اكاديميه، رياضيه، فنيه، غيره.
فالراجل ده اللي هو روبرت جرين نفسه مؤلف كتاب قوانين القوة 48 درس العديد من الشباب أو العديد من الناس الممرزين في مجالاتهم، وأيضا بحث في دراسات زي علم الكوجنيتيف أو في علم النيورولوجي، علم الأعصاب وغيره، ووصل لزي يعني خلاصات. فحنناقش الخلاصات دي على كم جلسة. أول جلسة إن شاء الله حتكون في الأيام الجاية دي ان شاء الله. لأن الموضوع أيضا هو كله جاي مع الأشياء اللي بنعمل فيها. ف بس يعني غير كده لا، ما في شيء. الأشخاص اللي حابين إنهم يتواصلوا ممكن يعني رقمي أنا حيكون متاح، وإن شاء الله يتواصلوا معي الأشخاص اللي حابين ينضموا للبرنامج، وإن شاء الله أشوفكم في فعاليات قادمة يعني. ان شاء الله. شكرا جزيلا يا وضاح، وشكرا لكم جميعا. اشوفكم إن على شاء خير الله، باذن في الله. أمانة الله، مع مع السلامة. السلامه. مع السلامه.